اهلا بكم. اهلا بكم في مصر مباشر. شوفوا، احنا كنا دايما بنقول وهنفضل نقول وهنستمر نقول ان الجيش والشرطة والقضاء هم دول الاعمدة الرئيسية لمصر. طول ما الجيش والشرطة والقضاء في مصر بخير فالدولة اعرفوا انها بخير، والدولة اعرفوا انها قوية عزيزة ابية. النهاردة كان ميعادنا مع 3 أو 4 شهداء جدد، 3 قضاة والسائق اللي كان معاهم عشان يوديهم لمقر وجهة عملهم. 3 شهداء من القضاء دفعوا ثمن كلمة الحق، دفعوا ثمن كلمة الضمير، دفعوا ثمن الغدر والخسة والخيانة اللي الإرهابيين بيحاولوا ان هم يصدروها للمشهد في مصر وما بينجحوش. لكن اذا كان جيشنا وشرطتنا بيقدم ومتعودين خلال الفترة اللي فاتت ان هم يقدموا ارواحهم فدا للبلد، فاحنا امام مشهد جديد. القضاء كمان بيقدم ارواح ابنائه فدا للبلد، فدا لكلمة الحق، فدا لكلمة الضمير، فدا لان البلد دي تفضل طول عمرها مرفوعة الراس، مرفوعة الهامة، قوية شامخة للأبد. مصر هتفضل بأبنائها قوية وشامخة. احنا بنزف رجال القضاء ال3 اللي هم دفعوا ثمن كلمة الحق ودفعوا ثمن كلمة الضمير، بنزفهم مع اخواتهم من شهداء الجيش والشرطة الى جنات الخلد عشان يكتبوا سطر جديد في صفحات التاريخ، في صفحات البطولة والفداء. زي ما حضراتكم شفتم وتابعتم، يعني دولة رئيس الوزراء والقادة العسكريين عملوا جنازة مهيبة لشهدائنا من رجال القضاء، واللي طبعا ده أقل شيء. ولكن أنا عارف زي ما حضراتكم عارفين إن الشهداء دول هم في مكان أحسن مننا، وبيبصوا لنا من فوق وبيقولوا لنا يا مصريين قدمنا أرواحنا فدا البلد دي. شوفوا انتوا بقى هتعملوا ايه، شوفوا انتوا ازاي هتكملوا المسيرة، شوفوا انتوا هتكملوا ازاي على البنى اللي احنا بنيناه والطوبة اللي احنا حطيناها بروحنا وبدمنا. الرسالة اللي عايز يبعت بيها الخونة والإرهابيين بعد الحكم القضائي اللي النهاردة نزلت كلمة العدل والحق في الخونة والإرهابيين، رسالة معروفة. الرسالة دي انها عايزة تسني كل كلمة حق او تسكت كلمة حق عن انها تطلع، لكن هيهات، ده بعدهم. كلمة الحق هتطلع، كلمة العدل هتطلع، كلمة القصاص من الخونة والإرهابيين هتطلع رغما عن أنوفهم جميعا. مصر هتفضل كبيرة وشامخة وعزيزة وقوية بجيشنا الباسل، بشرطتنا الأبطال، بقضائنا الشامخ العزيز صاحب كلمة الحق القوية. الرسالة اللي عايزين يبعتوا بيها الإرهابيين والخونة بعد الحكم على الخائن الأكبر مرسي وأتباعه، حوالي مرسي و107 تانيين في قضية اقتحام السجون، و17 في قضية التخابر، القضية المعروفة بقضية التخابر اللي كانوا بيتخابروا وبيخونوا بلدهم مع دولة أو مع جهة أجنبية. 17 أحيل أوراقهم لفضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي والنطق بالحكم في 2/6 اللي جاي، وأيضا 107 بما فيهم مرسي الخائن الأكبر دول برضو أحيل أوراقهم لفضيلة المفتي والنطق بالحكم في 2/6 اللي جاي. مش هترهبونا ومش هترعبونا، ومصر ان شاء الله باذن الله هتفضل قويه. رسائلكم الثانيه هنعرفها مع استاذنا الكبير استاذ رفعت فياض، مدير تحرير اخبار اليوم والكاتب والمحلل السياسي. استاذ رفعت، برحب بحضرتك يا فندم. طيب، يبدو ان الاتصال انقطع، على بال ما يجي الاتصال تاني اقول لحضراتكم تاني كلمة الحق وكلمة الضمير اللي أبطالنا من رجال القضاء بيطلعوها كل حين والتاني
في القضايا الكتير المنظورة أمام القضاء واللي بتتعلق بخسة وغدر وخيانة هؤلاء الخونة والإرهابيين، حتى إنها موجودة والقضاء هيقول كلمته دايما، ومحدش فيكم أبدا هيقدر إن هو يعني يزايد علينا ولا إن هو يبقى يعني يسكتنا عن كلمة الحق. معايا رجع لنا تاني الكاتب والمحلل السياسي الكبير الأستاذ رفعت فياض مدير تحرير أخبار اليوم. أستاذ رفعت برحب بيك. اهلا بيك يا استاذ احمد. اهلا وسهلا. يعني ايه الرسالة اللي كان عايز يبعتها الإرهابيين والخونة باستشهاد الثلاثة قضاة والسائق الخاص بيهم أيضا اللي هم دلوقتي بيزفوا إلى جنات الخلد؟ شايف الرسالة دي ازاي يا أستاذ رفعت؟ يبدو ان الاتصال قد انقطع مرة اخرى، ولكن يعني على بال ما يعود لنا يعني استاذ رفعت فياض، لان مهم قوي ان احنا نعرف بالظبط ايه الرسالة اللي هم كانوا عايزين يوصلوها. وايضا كنا عايزين يعني نعرف من استاذ رفعت، يعني احنا بنتكلم في اجراءات تأمينية للقضاة، هل الاجراءات التأمينية يمكن حسنا فعل سيادة الرئيس النهاردة لما وجه واثناء نعيه لثلاثه قضاه وايضا السائق الذي كان يعني يصطحبهم الى مقر العمل، حسنا فعل الرئيس حينما وجه باجراءات امنيه مشدده لتامين القضاه. عاد مره اخرى الاستاذ الكبير رفعت فياض الكاتب والمحلل السياسي. استاذ رفعت برحب بيك. اهلا بيك يا استاذ احمد. انا بشكرك يا استاذ احمد على المقدمه الرائعه اللي حضرتك قلتها دلوقتي، اللي عبرت فيها عن ما يجول داخل كل مواطن في مصر بعد هذه الواقعه الخسيسه من قبل الارهابيين. ودي يا استاذ احمد مش الواقعه الاولى، نعم، واول مره يتم فيها سقوط قتلى من القضاة بهذه الصوره بهذا العدد، نعم. لكن كانت محاولات هؤلاء الارهابيين الذين لا ينتمون الى اي دين للاعتداء على القضاة كانت مستمره منذ فتره طويله، وكان اخرها يمكن منذ حوالي 4 ايام. صحيح. ونتذكر ايضا موقف هذه الجماعه الارهابيه من القضاء بشكل عام ومما عملوه في المحكمة الدستورية العليا اللي يعني وحصروها ليمنعوها عن ممارسة عملية، لأن طبعا القضاء في مصر قضاء شامخ. وعندما وجدت هذه الجماعة الإرهابية وقت أن كانت في سدة الحكم أنه لا يمتثل إلا لضميره وللقانون ولا لم يسر على هوى هذه الجماعة، بدأوا يحاربوا القضاء في مصر كما يحاربوا أو وقفوا ضد الجيش والشرطة اللي هو عمود الامن في مصر. نعم، هذه الجريمه البشعه التي ارتكبت امس ليس المقصود بها هم القضاه الذين للاسف تم اغتيالهم بهذه الطريقه الخسيسه، لكن هم كانوا يريدوا ان يرسلوا رساله الى قضاه مصر كلها والى الشعب المصري ان حتى يتراجع القضاه عن تطبيق القانون وعن الحكم بضميرهم في القضايا العامة التي يحاكم فيها أيضا هؤلاء الإرهابيين. ويمكن الحكم الأخير الذي صدر بالنسبة للرئيس الأسبق محمد مرسي في قضية التخابر والهروب من سجن وادي النطرون هو آخرين، يمكن ده طبعا صدم الجماعة، وبالتالي قامت هذه المجموعة الإرهابية بهذا العمل الخسيس. وده يؤكد يا أستاذ أحمد ان اللي موجودين في سينا وزي ما قال البلتاجي على منصة رابعة ان هو لو تراجع فتاح السيسي عن هذا الانقلاب على حد تعبيره وعاد محمد مرسي الى الحكم مرة اخرى سوف يتوقف الارهاب في سينا. نعم. وبالتالي هنا يؤكد بقى ان رد فعل الحكم على محمد مرسي واخرين، هناك جماعات موجودة في سينا منتمية إلى هذه الجماعة الإرهابية وتؤتمر بقيادات هذه الجماعة الإرهابية، وليس صحيحا أنه ليس هناك رابط ما بين الإرهاب في سينا وبين هذه الجماعة الإرهابية التي زرعت هذه الأعداد في شمال سينا بالتحديد حتى تكون نقطة انطلاق لتساند هذه الجماعة إذا ثار الشعب المصري عليهم في 30 يونيو كما حدث في الفترة الماضية. هل التزامن أستاذ رفعت، التزامن الحاصل بين النطق بالحكم على هذه الجماعة الخائنة الإرهابية
وبين يعني سقوط هؤلاء الشهداء تقطع على حد اليقين بأن هذه الجماعة الإرهابية هي من تقف وراء اغتيال 3 من يعني أعز ما نملك من رجال القضاء؟ ده بالتأكيد يا أستاذ أحمد، لأن أولا بصرف النظر على أن هذا تم في نفس اليوم إذا جاز التعبير الذي تم الحكم فيه على محمد مرسي، لكن هو وآخرين، لكن الترتيب لهذه العملية والإعداد لها ومعرفة خط سير القضاة في منطقة العريش والإعداد لعملية اغتيالهم، أعتقد أنها كان قبلها فيها إعداد قبلها بيومين 3، لكن عندما صدر الحكم اليوم أعتقد كان رد الفعل من هذه الجماعة الإرهابية وعناصرها الموجودة في العريش، وبالتالي هذه العملية التي تمت اليوم أعتقد أنها تؤكد بالدليل القاطع أن الجماعة الإرهابية فعلا هذه المجموعات التكفيرية التي تقوم بكثير من هذه الأعمال سواء ضد الجيش أو ضد الشرطة أو ضد القضاة مؤخرا، أعتقد أنها بأوامر من هذه الجماعة الإرهابية وبتنفيذ لأوامرهم ولتحقيق الهدف الذي يرجونه له هو ترويع المواطنين، كل المواطنين، لأن أصبح دلوقتي هذه الجماعة ضد كل فئات الشعب. نعم. ضد القضاة وضد الجيش وضد الشرطة وضد الإعلام وضد الفن وضد كل شيء. نعم. لأن المجتمع كله ضدهم، وبالتالي هم يقفوا في خندق وحدهم ويريدون أن ينتقموا من الجميع، ولو كان لديهم عقل ولو كان لديهم شعور بأي انتماء لهذا الوطن ولو بنسبة 1% ما فعلوا مثلما يفعلون في هذا الوطن، مثلما نشاهد بالنسبة لتفجير الأبراج الكهرباء أو اغتيال قوات الجيش أو الشرطة أو عمل التفجيرات المتتالية في كل مكان على مستوى الجمهورية. نعم. أستاذنا الكبير رفعت، يعني كمحلل سياسي كيف قرأت البيان الرئاسي لنعي شهدائنا اليوم الأربعة، سواء كان رجال القضاء ال3 وأيضا السائق اللي هو كان مرافق ليهم، يعني كيف قرأت البيان الرئاسي وتشديده على تأمين السادة القضاة في هذه المرحلة، وخاصة في المناطق اللي هي يعني ليها ظروف خاصة بنواجه فيها الإرهابيين وهؤلاء التكفيريين الخونة؟ يعني أعتقد البيان الرئاسي يعبر عن الدولة كلها يا أستاذ أحمد، لأن ده يعبر عن رئاسة الدولة تجاه هذا الحدث الأثيم الذي تم لهؤلاء القضاة من قبل هذه الجماعة الإرهابية، ويؤكد ويعضد موقف الدولة تجاه أو مساندة للقضاة وللجيش وللشرطة لمواجهة العمليات الإرهابية، ولهذا اتخذت الإجراءات العاجلة لتأمين القضاة بشكل عام على مستوى الجمهورية. نعم. حتى لا تطولهم يد الغدر مثلما حدث اليوم. وأيضا تم إصدار قرار بنقل مقر المحكمة الابتدائية الموجودة في العريش لكل الإجراءات القضائية تتم في منطقة الإسماعيلية بعيدا عن منطقة العريش التي بها مثل هذه العناصر التكفيرية الإرهابية التي لا تهدأ إلا أن تريد أن تقتطع سيناء وأن تقتل كل من يواجه هذه الجماعات من قوات الجيش والشرطة. إنما إن شاء الله بإذن الله سننتصر عن هذا الإرهاب ونقتلعه تماما من جذوره على مستوى مصر كلها. نعم قد يأخذ الأمر بعض الوقت، لكن سنتحمل، لأن البديل يا أستاذ أحمد كان من أصعب ما يمكن. صحيح. وكان سيكون مصيرنا مثل مصير غيرنا بجانبنا الآن مثل ليبيا وسوريا والعراق، إنما الحمد لله ربنا حمى مصر بجيشها وشعبها وشرطتها وإعلامها وقضاها من السقوط في هذا المستنقع الذي كانت هذه الجماعة تريدون أن نسقط فيه. نعم نعم. أشكرك شكرا جزيلا أستاذنا الكبير الأستاذ رفعت فياض، الكاتب والمحلل السياسي وأيضا مدير تحرير أخبار اليوم، على هذه يعني الإطلالة وعلى هذه الإفادة. يمكن زي ما وضح لنا أستاذ رفعت فياض إن في قرار كمان بنقل جميع القضايا اللي موجودة في المحكمة الابتدائية بالعريش إلى مدينة الإسماعيلية أو محكمة الإسماعيلية، عشان يعني نبتعد بقضاتنا عن المناطق التي لها ظروف خاصة في سيناء ونبعدهم عن
الاستهداف من الخونة والإرهابيين. بمناسبة الخونة والإرهابيين عايزين نسمن جميعا بصراحة الجهود المبذولة من رجال الشرطة من أجهزة الأمن في الآونة الأخيرة نجحت في ضبط المتهمين بتفجير أبراج الكهرباء الخاصة بمدينة الإنتاج الإعلامي في ضربة أمنية يعني لا يمكن وصفها إلا بأنها ناجحة بكل المقاييس. أنا عايز بس أقف عند الجماعة اللي هم عملوا العملية الخسيسة دي، العملية الخسيسة اللي اتعملت وتفجير أبراج الضغط العالي في عند مدينة الإنتاج الإعلامي. يعني عايزين نقف عند اعترافاتهم ونشوف هم بيتكلموا كده وبيتم استجوابهم، نشوف مدى البرود ومدى يعني قلة الدين وقلة الضمير اللي مغروسة جوه الناس دي، عشان نعرف ان الناس دي لا ليهم ملة ولا دين ولا ضمير ولا يرتبطوا ولا لهم صلة ابدا ولا لهم اي علاقة بالاسلام على الاطلاق. الاسلام اللي حسنا وحرضنا على ان احنا نميط الاذى عن الطريق، مش نحط الاذى في الطريق ونفجر ونخرب ونقتل ونغتال. نشوفهم كده ونشوف السحن بتاعتهم الغبرة اللي هي للأسف الشديد اتملت شر وحقد على البلد دي وعلى أهل البلد دي. احنا بنسمن وبنحيي جهود رجالنا من رجال الشرطة طبعا والقوات المسلحة اللي قايمة بكل الجهد عشان تطهر البلد دي من الخونة والإرهابيين. لكن دلوقتي هنتكلم على الضربة الأمنية اللي وجهتها أجهزة الشرطة وقدرت إنها تجيب الخونة الإرهابيين اللي هم فجروا أبراج الضغط في مدينة الإنتاج الإعلامي أو أبراج الكهرباء في مدينة الإنتاج الإعلامي. نشوفهم كده ونشوف اعترافاتهم وخيانتهم وخستهم وغدرهم. نشوف كده ونرجع تاني مع بعض. ضد أجهزة ومؤسسات الدولة، فقد تمكن قطاع الأمن الوطني من كشف مرتكب عدد من الأعمال التخريبية بأبراج الضغط العالي ومحطات ومحولات الكهرباء وسيارات ضباط الشرطة والقضاة بنطاق محافظات الجيزة الشرقية بني سويف، وذلك على النحو التالي: في الجيزة نجحت الأجهزة الأمنية في كشف غموض واقعة تفجير برجي الكهرباء اللذين يزودا مدينة الإنتاج الإعلامي بالطاقة، وتم ضبط الضالعين في هذا العمل التخريبي، وعلى رأسهم أحمد محمد عبد الفتاح واسمه الحرقي طارق مسؤول العمليات النوعية بمدينة 6 أكتوبر، وعماد فتحي حسن وحاتم منصور محمد اسم حركي توفيق مسؤول التصنيع، السيد عيد نجم مسؤول الدعم الفني، وهاني محمد عبد الحميد وجمال طلخان وعبد الله مصطفى أحمد. واعترفوا بارتكاب الواقعة بتكليف من الإخواني الهارب محمد مصطفى الشاعر مشرف على العمل النوعي بقطاع 6 أكتوبر. واعترفوا بارتكاب عدد من الوقائع الأخرى أهمها إضرام النيران في سيارة شرطي وتفجير إحدى غرف الغاز. رحنا عند قبل مدينة الإنتاج عند هانم سيتي، ودخلنا عند الابراج ونزلنا محمد جمال شال الكرتونه. الكرتونه دي فيها ايه؟ الكرتونه كان فيها 4 عبوات. كنتوا هتعملوا بيها ايه؟ هيتحطوا تحت البرج. ليه؟ عشان يقع البرج، عشان يعطلوا البرج. وبعد كده اديت ولاعه فيها كشاف لبكر عشان ينور لمحمد جمال. ليه ينور له؟ ليه؟ نور له وهو بيزرع الاموال. فين؟ في برج الكهرباء بتاعت مدينة الإنتاج. في محافظة الشرقية أسفرت الجهود عن ضبط مسؤول لجنة العمليات النوعية بمدينة 10 من رمضان الإخواني ياسر سعيد محمد، مطلوب ضبطه في 15 قضية، وكذلك 3 من أعضاء الجماعة الإرهابية متورطين في واقعة تفجير 4 أبراج للضغط العالي بمدينة 10 من رمضان، ونتج عنها قطع التيار الكهربائي عن المدينة لمدة أكثر من 12 ساعة، وكذلك تفجير خطوط الغاز بالمدينة. واعترفوا بارتكابهم الواقعة ووقائع أخرى مماثلة. بدأنا نعمل بعض العمليات النوعية زي تفجير خط الغاز الرئيسي خارج 10 من رمضان، وزي بعض محاولات الكهرباء اللي انفجرت في 10، وفي بوكس شرطة، وتم حرق وحدة تقوية اتصالات ب10 من رمضان. نفذ محمد عبد العظيم بعد معاينته للابراج الكهرباء اللي دخلت مدينه 10 من رمضان، نفذ تم تفجير هذه الابراج وقطع الكهرباء.
عايز اسال دول يعرفوا ربنا في حاجه؟ انا بسالكم كده يعني كمشاهدين محترمين، دول يعرفوا ربنا في حاجه؟ دول ليهم صله بالدين ولا بايمان؟ طبعا هو مساله الدين دي يا جماعه ابعد ما يكون، اقسم لكم بالله العلي العظيم، ابعد ما يكون عن دماغ هؤلاء. اللي مجنن دول ان هم كانوا نفسهم يبقوا هم الساده واحنا العبيد. اللي مجننهم الجنان اللي هم فيه ده مش مساله دين، اقسم بالله ما دين. هم كانوا عايزين يبقوا طبقه الساده واحنا طبقه العبيد، اللي احنا عارفين ربنا بالفطره وبالفطنه كده، من غير ما حد يقول لنا اصل ده واوعى تخش برجلك اليمين احسن لو دخلت. لا 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 لا، دي المساله دي مجرد تجاره عشان هو يميز نفسه بس، عشان يبقى هو طبقه الساده واحنا العبيد. طبعا ودول للاسف القطيع اللي هم بينساقوا ورا افكارهم الهدامه، اللي هم ما يعرفوش منها بس غير اللي هم بيبثوه في دماغهم من افكار ان احنا بندافع عن الدين. لا 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 لا، ده اللي بيأجرك التأجير ده هو ليه هدف تاني خالص. هو عايز يبقى هو السيد وانت عبد تحتيه، مش عايزك حر، مش عايزك في وطن تبقى انت فيه حر. لا، هو كان عايز يعيشك بقى في عيشة ايه؟ ان هو دول طبقة السادة واحنا طبقة العبيد اللي احنا تحت ايديهم في اي وقت، ويزيفوا وعيك للأسف الشديد بقال الله وقال الرسول، وبيقولوا كلام ما أنزل الله به من سلطان. لازم نبقى فاهمين الكلام ده كويس، ونعرف الناس دي ونكشف الناس دي شغالة فين. لأن أنا بقول لحضراتكم الناس دي أقسم لكم بالله أكاد أكون قابلتها يا في مصلحة حكومية، يا قابلتها في طريق، يا قابلتها في أي مكان. يعني الناس دي لازم نعرف هما بيشتغلوا فين بالظبط، لأن الناس دي زي ما حضراتكم شفتوها كده. أنا بقول لحضراتكم أنا أكاد إن أنا أقول إيه، إن أنا يعني الناس دي أنا شفتها قبل كده. شفتها فين؟ ما أكيد، ما الواحد بيتردد على مصلحة حكومية، بيتردد على أماكن. لا، الناس دي لازم نعرف هم بيشتغلوا فين بالظبط، عشان نعرف بالظبط الاماكن اللي بيشتغلوا فيها، ونعرف ان الاماكن اللي موجود او الاجهزه الحكوميه ما زال للاسف الشديد يرتع فيها هؤلاء الخونه والارهابيين، اللي انا عايز اقول لحضراتكم لابد تاني، مش هكل ولا همل، لابد من تطهير جميع المؤسسات الحكوميه من الخونه والارهابيين اللي هم بيعيثوا وبينخروا في جسد البلد زي السوس. لابد نطهر البلد منهم، نطهر البلد منهم. لان تشوفوا كده يقول لك ده ما بيعملش حاجه، لا بيعمل، اقسم لكم بالله بيعمل، ومستني بس اللحظه اللي هم يستغلوه فيها. فارجوكم تاني ارجوكم، لا مجال ولا مكان لهؤلاء الا الردع. في المقابل بقى اللي هم بيعملوه الخونة والإرهابيين دول اللي حضراتكم تابعتوهم وشفتوهم دلوقتي، في المقابل ايه؟ مقابل هتلاقي ان في من ابطالنا من رجال الشرطة برضو، في اللي بيقدم روحه عشان ينقذ حد، مش عشان يحط اذى لحد، لا، عشان ينقذ حد. فممكن ان هو يصاب، ممكن ان هو يمكن يعني يلقى وجه رب كريم وهو بيعمل عمل الخير ده. اللي عايز اوريه لكم برضو احد ابطالنا من رجال الشرطة الشرفاء، وهو ماشي في يوم اجازته تقريبا، لقى استغاثات بحريقة ودخان طالع من بيت، وست بتستغيث او اهل البيت بيستغيثوا، وهو مش يومه، مش عمله، ولكن الشهامة والضمير والواجب والنخوة والجدعنة خليته يعمل ايه بقى؟ خليته ان هو يروح عشان هو يتصدى للمسألة دي ويحاول ينقذ الناس اللي هم بيستغيثوا بيه. ده حد من رجال الشرطة. انا عايز اوريكم الفيديو الخاص بالراجل ده، لانه اصيب يا عيني بحروق بالغة وصلت ل50%، ودخل المستشفى عشان يتعالج. نشوف البطولة بتاعت عريف الشرطة ده ونرجع تاني مع بعض.
لم ينتظر عريف الشرطة على أن يكون في الخدمة لكي يؤدي واجبه، لكنه بشهامة المصري وشجاعة رجل الشرطة لبى استغاثة سيدة شاب حريق بمنزلها، حيث تصادف مروره بالمكان وصرع بغلق مصدر الغاز وإخلاء العقار من قاطنيه بمساعدة الأهالي. ساهم ذلك في منع امتداد النيران للعقارات المجاورة. حصل ان كان في حريقه هنا في الشقه، والست استغاثت طبعا عماله تصوت، ومراته طلعت صوتت معاها. معدي عريف شرطه بظروفها راح طلع خد الطفل اللي هو والمريم طلعهم بره، الباب اترد من شديه الهواء، ما عرفناش نفتحه تاني. النار بقى بدات تشد بطريقه كبرت بطريقه فظيعه مع الهواء. بعد كده حاولنا نطفي بالخرطوم، ما نفعش. الراجل جري عمال ينزل الناس، نزل بتوع الحضانه. هو بصراحه عارف الشرطه بصراحه، هو قال لي سيب الخرطوم، سبت الخرطوم. فضل يعمل في الباب كده من فوق، قال لي من فوق لتحت. راح قال لي هات الخرطوم، خد الخرطوم بقى يرش هو من فوق لتحت كده، راح ضرب الباب كده، فراح الباب وقع مره واحده. الحريق كله كان متخزن ورا الباب، راح جه هبد. وأثناء المساعدة أصيب العريف بحروق في أنحاء متفرقة بالجسم تصل إلى 50%، ورغم ذلك استمر في المساعدة إلى أن وصلت قوات الحماية المدنية وتم نقله إلى إحدى المستشفيات للعلاج. تاني كان ده طالع من عمارة في الشرطة. طبعا الدخنة دي يعني مينفعش أعدي وأمشي، رحت رايح على الدخنة كده، لقيت فيه بتاع 18 طفل 20 طفل تحت، منهم حضانة فندم. شلناهم من الحضانة دي وديناهم حضانة تاني. رحت داخل ضرب الباب برجلي، اول ما ضربت الباب برجلي قالوا في ست وبنتها فوق. ربنا كرمنا والحمد لله. اللي حصل لي وكل ده توجيهات سيادة الوزير، توجيهات السيد الضباط، لغات مصر هتفضل عايشة، مش هتموت لما في رجالة من افراد شرطة، افراد جيش، ضباط شرطة، ضباط جيش، طول ما نحب بعض مش حاجة أحسن مني. وبتكليف من وزير الداخلية توجه وفد من الإدارة العامة للإعلام والعلاقات إلى المستشفى الذي يعالج فيه، تقديرا لما قام به هذا الشرطي من عمل بطولي ساهم في إنقاذ الأرواح ومنع حدوث كارثة امتداد النيران إلى عقارات مجاورة. يعني قليل عليه أي تكريم بصراحة، أي تكريم قليل عليه. بطل من الأبطال الشرفة. يقول لك مصر هتفضل عايشة، وهو في الحالة اللي هو فيها مصر على لسانه يقول لك مصر هتفضل عايشة طول ما فيها رجالة. فعلا انتوا رجالة، رجال القوات المسلحة والشرطة رجالة بواسل شرفة محترمين، شرفة ومحترمين. هم دول رجالة مصر اللي مصر دايما بتفاخر بيهم. زي ما قضاءنا الشامخ النهاردة قدم للمصريين 3 من أعز أبنائنا فداء لكلمة الحق والضمير. هنتننا نقدم تضحيات مش مشكلة، بس البلد دي هتفضل عايشة زي ما العريف علاء قال، وزي ما كلنا بنقول، طول ما فيها رجالة فيها وطنيين شرفاء مخلصين. عايز اخد حضراتكم اسمحوا لي يعني اخد حضراتكم لكلمة سيادة الرئيس او الحديث الخاص بسيادة الرئيس اللي هو الشهري. اول حاجة فيها كنت عايز اقول لحضراتكم ان البعض بيقول ده الحديث الثاني، لا هو الحديث الثالث فعلا. ليه؟ لان الحديث الثاني يمكن سيادة الرئيس قدمه لينا كمواطنين خلال احدى الندوات التثقيفية للقوات المسلحة، والرئيس بنفسه اشار للمسألة دي وهو في احدى الندوات التثقيفية للقوات المسلحة، وقال اسمحوا لي ان يكون ده حديثي الشهري الثاني، يكون من خلال هذه الندوة التثقيفية. طبعا في ظروف بتقتضي
ان المكان يتغير او المكان يكون هنا او هنا او حسب الظروف. ليه؟ لان المشغوليات لسياده الرئيس واجنده سياده الرئيس ممكن تخلي المساله بدل ما هيقعد ويعمل حديث بشكل معين، اكتفى بان الحديث يكون من خلال الندوه التثقيفيه اللي نظمتها القوات المسلحه، وكان بالفعل الحديث الثالث هو اللي احنا شفناه وتابعناه من يوم 12/5 اللي فات. ده اول حاجه كنت عايز اقول لحضراتكم عليها، ان ده بالفعل الحديث الشهري الثالث اللي بيقدمه سياده الرئيس لينا كمواطنين، بيبين فيه كل الحقائق وكل الاشياء اللي بتجري على ارض الواقع. دي اول حاجه كنت عايز انبه ليها، لان البعض قال ان ده الحديث الثاني على اعتبار ان هو نفس النمط ونفس الشكل الحديث الاولاني. لا، ده الحديث الثالث بالفعل. طيب ايه الحاجه الثانيه اللي عايز اتطرق ليها؟ البعض علق على كلمه سياده الرئيس وبيقول ان سياده الرئيس اهتم بالتفاصيل. بالفعل هو اهتم بالتفاصيل، وان مهمه الرؤساء هي الاهتمام فقط بالخطوط العريضه، والتفاصيل دي للتنفيذيين فقط، او مش للتنفيذيين، اللي هم المسؤولين او الحكومه على راس الاجهزه التنفيذيه. لكن عايز اقول لحضراتكم ان ده ممكن يحصل ان الرئيس يهتم فقط بالخطوط العريضه وما يخشش في التفاصيل. ده في الدول اللي هي نالت حظها من الاستقرار على مدى سنوات، مش جرفت على مدى سنوات. لا، ده ممكن يحصل ان الرئيس يبقى بس كده بيهتم بالخطوط العريضة فقط لما تكون الدولة مستقرة وفي حالة ثبات واستقرار على مدى سنوات، وده ترسخ في اذهان كل التنفيذيين اللي موجودين. لكن في حالة زي حالة مصر اللي احنا بنعيشها، وعشنا تجريف فيها على مدى يمكن اكتر من 30 سنة او 40 سنة عشنا فيها هذا التجريف، وحصل فيها اللي حصل، والمواطن فيها بيعاني اشد المعاناة. كان لابد ان الرئيس يهتم بالتفاصيل، يهتم بأدق التفاصيل. مش المسألة بس ان هو يكلمنا في ان احنا هنعمل كذا وهنعمل كذا وهنعمل كذا، لا، المسألة ان هو انجزنا ايه وعملنا ايه. وحضراتكم زي ما شفتوا الفترة اللي فاتت، وعايز ابشركم كنت قلت لحضراتكم من فترة ان يا جماعة اصبروا، هي كلها شهور. بالفعل هي كلها شهور مش اكتر، لان الفترة اللي جاية دي بإذن الله هي فترة حصاد ان شاء الله. اي نعم الحصاد مش هيكون زي ما احنا يعني كل واحد فاكر ان احنا هنوزع او الحكومة هتمشي توزع على الناس فلوس في بيوتها، لا، ما هو لازم نشتغل، وهي دي الكلمة بقى اللي احنا عايزين نقف عندها. لكن الحصاد اللي هيلاقيه المواطن في الوقت الراهن هو حصاد في مسألة الخدمات. يعني يمكن احنا شفنا منذ قليل او منذ ساعات ان دولة رئيس الوزراء بيتفقد تطوير المناطق العشوائية في حيين، حي اسمه حي الأسمرات وحي تحيا مصر. الحيين دول بيتم المضي قدما فيها او الانشاءات فيها على قدم وساق عشان ينقلوا اهالينا اللي في المناطق العشوائية سواء كان في الدويقة او منشية ناصر للمناطق دي. كمان الخدمات اللي هتقدم للمواطن ان شاء الله هيلمس تحسن كبير جدا في الخدمات المقدمة ليه. مش هيضطر ان هو يقف عند الشباك زي ما شفنا كده رئيس الوزراء وهو بيكلم احد العاملين في مكاتب التموين وبيقول له ادي السيدة ميعاد، قول لها تيجي تاخد بطاقتها امتى. لا، المسألة دي هتبقى مستمرة، المتابعة هتبقى مستمرة. هيلحظ المواطن في الفترة اللي جاية تقدم كبير جدا في الخدمات المقدمة ليه. مش هيقعد يعاني زي ما كان بيعاني، يروح لهنا شوية ويروح لهنا شوية. لا، المسألة دي تولى حاليا من القيادة السياسية اهتمام كبير. مسألة معاناة المواطن مع كل جهة حكومية يروحها دي ان شاء الله في ايام قليلة سيقضى عليها تماما. ليه بقى بقول لحضراتكم كده؟ لان المسألة فيها حسم وحزم هيتخذوا على ارض الواقع. اللي مش عايز يشتغل مش هقول يروح، لا، هو ونصيبه بقى، هو وحظه. عايز يشتغل اهلا وسهلا، مش عايز يشتغل يشوف مكان تاني بعيد عننا يشتغل فيه. اللي انا عايز اقف عنده كلمة الرئيس في نهاية حديثه الشهري.
في نهايه حديثه الشهري. الكلمه دي يمكن هو الكلام كله، الحديث الشهري اللي اتكلم فيه سياده الرئيس كان مهم جدا، انجازات في مشروعات الطرق او في مشروعات الاسكان او في المشروعات الخاصه بقطاع الكهرباء او في يعني اشياء كتيره جدا تحدث فيها سياده الرئيس. لكن انا عايز اقف بس عند الكلمه في نهايه حديث الرئيس الشهري، عايز اشوفه قال ايه كده ونرجع تاني مع بعض، نشوف كده كلمه الرئيس ونرجع تاني مع بعض. قبل ما اختم كلمتي اقول لكم ان احنا ماشيين كويس. تحديات كتير مفيش كلام، لكن كمان الجهد المبذول جهد كبير، ومطلوب مننا كلنا بصراحه بقى ان احنا كمان نبذل اكتر من كده، ونضغط على نفسنا اكتر من كده، ونصبر اكتر من كده، وما حدش يعني ما حدش ابدا ينال من عزيمتنا ولا من معنوياتنا. بقول مرة تانية احنا ماشيين كويس ولسه، وهتشوفوا بفضل الله سبحانه وتعالى. لكن كمان احنا محتاجين كلنا مع بعض، وانا قلت الكلمة دي في اللقاء مع في مسرح الجلاء خلال من 10 ايام تقريبا، لما قلت ان احنا محتاجين نخلي بالنا من كلامنا، من سلوكياتنا، ونخلي بالنا من ما يقدم للناس. وهقول حاجه ما كنتش يعني اتقال كده، وده انا هقولها بقى واضحه. اتقال ان احنا بنقدم برامج يعني كده عشان الرئاسه عايزه كده. انا عايز اقدم غير احلى قيم في الدنيا واحسن خلق في الدنيا؟ ازاي بقى؟ لا طبعا. وكلامه انا بقوله هو عشان يبقى واضح للناس، هو وجه بكلمكم بيه، وجه انا بتكلم بيه، محدش بوجه الاعلام. وبقول لكم تاني، لا ان كنت انا، اذا كنت انتوا يعني اللي انا هقوله هتعملوه، انا عايز اقدم قيم ومبادئ وخلق حسن واحترام، كل حاجه حلوه، مش حاجه تانية. فمره تانية التحيه والتقدير ليكم، ولازم تكونوا متاكدين ان كل الخير للمصريين والمصر بفضل الله سبحانه وتعالى. ومره تانية شكرا، وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وهو بالفعل سيادة الرئيس بيقدم لنا القيم والمبادئ والخلق الحسن. يعني فعلا هو سيادة الرئيس كل ما بيطلع علينا بيقدم لنا المبادئ والقيم والخلق الحسن وبشاشة الوجه وسماحة الوجه. اللي انا عايز اتوقف عنده لما بيقول سيادة الرئيس مطلوب مننا كلنا بصراحة، ونقف ونحط خط تحت كلمة بصراحة. يعني سيادة الرئيس لغاية دلوقتي للأسف الشديد احنا ما بنعملش اللي علينا، ما بنقومش بواجبنا، مفيش حد مننا شايف شغله كويس وبما يرضي الله. ده الجزء اللي انا كنت عايز اقف عنده من كلمة سيادة الرئيس. امتى هنفوق؟ امتى هنعرف ان بلدنا محتاجالنا وان احنا بجد نشتغل؟ مش اول ما نوصل لشغلنا زي ما بقول لحضراتكم نبص في الساعة هنمشي امتى. لا، لابد نشتغل بجد، كل واحد يأدي واجبه بجد، بضمير، بأمانة. مكان الشغل مش مكان للنوم، ولا مكان للكسل، ولا مكان للأنتخة. مكان الشغل للعمل. كل واحد يأدي شغله بضمير، وما يركنش الشغل ويقول اصل زميلي جاي بعد مني هيشتغل. لا، لازم نأدي كلنا شغلنا بضمير. امتى هنفوق يا مصريين؟ بقول الكلام ده وهربطه بحاجة تانية دلوقتي حضراتكم هتشوفوها. يعني من 6 أيام أو 7 أيام دولة رئيس الوزراء افتتح أعمال أو المرحلة الأولى لأعمال تطوير القاهرة الخديوية وسط البلد، منطقة وسط البلد، من 7 أيام بس. وأعمال التطوير مبهرة رائعة، حاجة غاية في الجمال والروعة.
وهوري حضراتكم يمكن نموذج ليها او شكل ليها، بس هو من يعني هو كده فيديو الفيديو الاولاني يا زمايلي الجمال استاذ احمد اسماعيل المخرج مخرجنا الجميل استاذ احمد، الفيديو الخاص برئيس الوزراء اللي موجود فيه رئيس الوزراء. عايزين نشوف نشوف بس كده بالصوت والصوره اثناء ما بتكلم، او بالصوره بس بالصوره بس نشوف الفيديو دون وافتتاح اعمال المرحله الاولى اهو. شايفين اعمال شايفين دي المنطقه بتاعه القاهره الخديويه عند شارع الألف كده تقريبا، وكان دوله رئيس الوزراء وادي معاه المحافظ الناشط الدكتور جلال مصطفى السعيد محافظ القاهره، كانوا بيفتتحوا، كمان وزير الثقافه قاعد اهو برضو، بيفتتحوا المنطقه الخاصه بالقاهره الخديويه في وسط البلد. والمنطقه دي طبعا ده حضراتكم ده رصيف، يعني بس لو الكاميرا كانت فتحت شويه كده، ده مش فندق ولا حاجه، ده رصيف. وادي اهم عاملين ترابيزه، وكانوا بيفتتحوا زي ما بقول لحضراتكم منطقه القاهره الخديويه او وسط البلد. المنطقه دي طبعا المنطقه بقت يعني على اجمل ما يكون، المنطقه بقت على اجمل، واعتقد ان مش ده الفيديو اللي انا عايزه يا اساتذه، لكن الفيديو الخاص بافتتاح القاهره، اعمال تطوير القاهره الخديويه. مش ده الفيديو يا اساتذه، مش ده حاجه ثانيه، مش ده الفيديو يا اساتذه. طيب افتتاح اعمال تطوير القاهره الخديويه تم من اسبوع، ولكن للاسف الشديد يعني بنمر كده من آن لاخر على المنطقه دي. كان في اتفاق ان اصحاب المحال ياخدوا جزء من الرصيف اللي موجود فيه التطوير ده او اعمال التطوير ويستخدموه مقابل ما يسمى بحق الانتفاع او رسوم حق الانتفاع. اللي فوجئنا بيه بقى ان اصحاب المحلات خدت الرصيف كله وخدت المكان كله تقريبا، وبقى فيه كراسي، يعني اللي هو واخد محل او مش محل، هو كشك متر في متر، بقى قدامه حوالي 10 في 10 يعني 100 متر بيستغلهم. ليه؟ ادي يمكن الفيديو اللي حضراتكم بتتابعوه هتلاقوا ان احنا بس انا عايز بس اوريكم كمان، ادي شايفين طبعا اعمال التبليط الجميله، وشايفين اهو ادي المباني اهي شكلها اهي، ولكن هوري حضراتكم بدقه اكتر برضو موجود معانا في الفيديو ده، تشوفوا بقى الناس وهي قاعده، وان المحال كلها مفترشه الرصيف كله اهو زي ما حضراتكم شايفين، وادي الزباله مرميه في على الرصيف. طبعا ما فيش مكان للمشاة، هو المكان كله بقى اصبح للمحلات واصحاب المحلات، المكان كله اهو اصبح لاصحاب المحلات. وتشوفوا الزباله مرميه ازاي، موجوده برضو بين الترابيزات اهي، واخونا بيرمي الترابيزات، هتشوفوا طبعا الزباله وهي مرميه اهو. الرصيف كله بقى للناس اللي قاعده واصحاب المحلات، خدوا المكان كله. طبعا ما بقاش في حيز، ازايز الميه مرميه، الورق مرمي. طبعا دي سلوكيات، برضو سلوكيات منا كمواطنين، يعني انا برضو اللي عايز اعلق عليه احنا سلوكياتنا كمواطنين لما نشوف مكان نظيف ما بنحاولش ان احنا نحافظ على نظافته ليه وجماله ليه. طبعا ادي كمان الحاجات كده زي الشمندورات كده الناس قاعده عليها، هتلاقي اللي بياكل ياكل ويقوم سايب الاكل بتاعه مرمي على الارض يعني. وهتشوفوا برضو هو بوضوح جدا المسألة بتبقى عاملة ازاي. كل ده طبعا يعني الواحد بعد ما فرح ان المكان ده بقى بهذا المنظر. ادي طبعا الورق، وادي طبعا اللي بياكل ويرمي في الارض وبتاع الكلام اهو زي ما حضراتكم شايفين، وادي كل الترابيزات واصله لاخر الرصيف. يعني مش عارف هل الدولة بتاخد حقها؟ طيب طالما ان المواطن مش واخد حقه من المكان، هل الدولة بتاخد حقها بجد من اصحاب المحلات دي اللي هي يعني اقترأت على المكان كله، بدل ما هو ياخد حيز كده ليه مثلا يتناسب مع مساحة المحل بتاعه، لا واخد الرصيف كله زي ما حضراتكم شايفين اهو. ادي طيب دي طبعا كنا بنحاول نكلم شرطة المرافق، فقالوا ان دي مسؤولية الحي، دي مسؤولية الحي.
طيب اذا كانت اصحاب المحال خلاص خدوا المكان وما بقاش مسموح للناس ان هي اللي تمشي او حاجه زي كده، طب هل الدوله بقى بتاخد يعني اللي هو ليه محل متر في متر او مترين في مترين، هل هو حق الانتفاع بتاعه يبقى 100 متر 10 في 10، ولا حق الانتفاع بتاعه بيبقى قد ايه؟ ما احنا عايزين نعرف. المساله دي مفترض ان هي كلها واقفه. حاجه تانية سلوك المواطن، يعني المواطن انت شايف مكان جميل، مكان نظيف، الدوله بذلت فيه جهد كبير وعملت فيه وصرفت عليه مصاريف كتيره، انت ليه ما بتحاولش ان انت تحافظ على المكان اللي انت قاعد فيه؟ اتعب نفسك شويه لو كلت لقمه او حاجه زي كده، ودور على مكان فيه صندوق زباله وحط فيه المخلفات او البقايا بتاعه الاكل اللي انت كلته. ما ينفعش انك ترميها كده في الشارع عشان تعدي عليها الحيوانات الضاله طبعا تفرولها. هنقول طبعا في عمال النظافه هيجوا ينظفوا، بس لغايه امتى هتكون سلوكياتنا بهذا المظهر؟ مفروض سلوكياتنا تتحضر، سلوكياتنا تبقى على مستوى المرحله اللي احنا فيها. عشان كده انا وقفت كتير جدا واهتميت بالكلمه الختاميه في حديث سياده الرئيس، يعني لاننا بصراحه كده مش قايمين باللي المفروض نقوم بيه، مش قايمين بواجبنا على اكمل وجه. لو رئيس الحي بيمر وشاف المنطقه دي كده وشافها بالشكل ده بعد ما اتوضبت وبقت حاجه تليق بمصر فعلا، ومر كده وحذر المحلات دي انها تكون بهذا الشكل او بهذا، زي ما انت كده حريص على الكراسي بتاعتك ابقى حريص على نظافه المكان. حتى يعني حتى لو المواطن سلوكياته محتاجه فتره عشان نهذبها شويه، يبقى انت كصاحب محل اللي هو بيلم الكراسي ده يبقى بيلم برضه المخلفات دي عشان نبقي على هذا المكان نظيفا جميلا زي ما انتوا استلمتوه نظيف وجميل، حافظوا عليه نظيف وجميل. دي كانت مصر مباشر، الجزء الاول من مصر مباشر. الجزء الثاني من مصر مباشر هيكون معانا ضيف كبير هنتكلم فيه عن الابداع والفكر ودوره في مواجهه التطرف. ضيفنا هيكون الدكتور سيد خاطر، وكيل اول وزاره الثقافه ورئيس قطاع شؤون الانتاج الثقافي. انتظرونا، الحديث مهم جدا، ودور الفن والابداع والفكر في مكافحه التطرف. فاصل ونعود. عدنا إليكم مشاهدينا الكرام في مصر مباشر الجزء الثاني. معي قيمة وقامة كبيرة جدا اللي احنا نقدر نقول عليهم بجد نخب، النخب المثقفة اللي احنا بندور عليها دايما وبنقول هو فين النخب بتاعتنا. لا، عندنا نخب كويسين يقدروا يكلمونا ويحدثونا حديث العقل وحديث المنهجية في مواجهة التطرف ومكافحة الإرهاب. قوتنا الناعمة المتمثلة في الفكر والفن والإبداع، هو ده كان الموضوع والشغل الشاغل اللي ضيفنا الكبير كان مهموم بيه، وعشان كده عمل له مؤتمر في وزارة الثقافة باسم القوة الناعمة الفكر والفن والإبداع في مواجهة التطرف والإرهاب. ضيفي الكبير الدكتور سيد خاطر، وكيل أول وزارة الثقافة. برحب بيك. أهلا بسعادتك. ازيك يا دكتور سيد؟ صباح. يعني ونحن في يعني يمكن النهارده وكان في منذ ساعات حدث استشهاد 3 من أعز ما نملك من قضائنا الشامخ، وصدور الحكم على الجماعة الإرهابية الخاينة في قضيتين، قضية التخابر وقضية أيضا اقتحام السجون. والرسالة اللي كانوا عايزين يبعتوها باغتيال 3 من أعز ما نملك من رجال القضاء، يعني كيف تراها كمثقف كرجل مهموم بمكافحة التطرف والإرهاب؟ يعني من وجهة نظري أنا بأكد تاني وثالث وعاشر زي ما أكدت في افتتاح المؤتمر إن إحنا بنواجه أخطر حرب في تاريخ مصر. يعني أنا أراها أخطر من حروبنا اللي خضناها مع إسرائيل، لأن دي حرب تفتيت الوطن، حرب تفكيكه، حرب إسقاطه، وإن شاء الله ده مش هيكون. بس عشان ده ما يكونش وإزاء ما يحدث، أنا شايف إنه في حالة تخاذل في مواجهة هذا الإرهاب من كل مؤسسات الدولة.
من كل المسؤولين في الدولة، لأنه هذه الحرب يعني لابد أن تخاض بتعاون مؤسسات الدولة، ما يبقاش الرئيس لوحده ولا رئيس مجلس الوزراء لوحده، لابد من تعاون كل المسؤولين في ولا الدولة، الجيش لوحده ولا الشرطة لوحدها ولا القضاء لوحده. طبعا نعم. ولا الشرطة لوحدها، لنا دور، كل منا له دور، خصوصا من هو في موقع المسؤولية له دور، فعليه أن يؤديه بضمير. يمكن أنا لما فكرت في فكرة المؤتمر كان همي الشاغل باعتباري أنتمي إلى عالم الفن يعني وكده، فكان همي الشاغل ان احنا نقول طب احنا لينا دور، طب كيف امارس دوري دون تعاون من مؤسسات الدولة المختلفة؟ يعني الحمل ثقيل والعبء ثقيل على وزارة الثقافة، وهي منوطة بهذا، لكن لابد ان تتضافر معها كل اجهزة الدولة، كلنا نتضافر مع بعض في التصدي لهذا الارهاب. يمكن في 15 توصية خرجوا من المؤتمر، انا بعتبر ان هم مهمين جدا، وارجو وبتمنى انه السيد رئيس الجمهورية يعني ينظر لهم لهذه التوصيات نظرة خاصة، ويتم تفعيل ما يمكن ان يفعل منها، وخاصة ان احنا في اول توصية يمكن حضرتك مطلع. اسمح لي اقراها عشان التوصية الاولى من فضل. توصيات مؤتمر القوى الناعمة الفن والفكر والابداع في مواجهة التطرف والارهاب. التوصية الاولى لهذا المؤتمر بتقول ضرورة تحديد مفهوم الارهاب بشكل واضح ومبسط لعموم الناس، وذلك لتمييزه عن مفاهيم المقاومة والجهاد والتحرير. يعني دي اول توصية. يمكن التوصية الثانية كانت اهمية ابراز وتعزيز الخطاب الديني المستنير، الثالثة إذكاء روح المواطنة، الرابعة إعادة النظر في فلسفة وأهداف التعليم دي وخامسا إعادة الاعتبار إلى الدور المفتقد للجامعات، سادسا تنمية وتعزيز سبل التحول الديمقراطي، ضرورة الاهتمام سابعا واستلهام مشروعات وخطط مواجهة التطرف، وإنشاء وتدشين وتفعيل مرصد استراتيجي لمواجهة التطرف، التزام جميع منظمات المجتمع المدني بما فيها الجمعيات الأهلية والمؤسسات الاجتماعية وكذلك جميع الأحزاب بأن يكون من بين أنشطتها الرئيسية مجابهة التطرف والإرهاب. يعني ده تاسعا، وفي 6 توصيات تانية. أولا في توصية تخص الإعلام. الإعلام هنجيلها لأن الإعلام ده هم كبير لابد إن احنا نتصدى له، ولكن ضرورة تحديد مفهوم الإرهاب كتوصية أولى تصدرت هذه التوصيات. أيوة. يعني هل ترى حضرتك دكتور سيد إن عدم تحديد مفهوم للإرهاب هو اللي بيؤدي إلى هذا الخلط ما بين الإرهاب ومفهوم الجهاد والتحرير والمقاومة؟ طبعا. نعم. إزاي؟ ويكون تعريف مبسط، لأنه المواطن البسيط بيسربوا إلى فكره وإلى وجدانه أن ما يفعلونه جهاد في سبيل الله. ففي بعض المواطنين البسطاء بيصدقوا هذا القول، وبيصدقوا ان قتل المسلمين الابرياء حضرتك زي ما حصل النهارده ده جهاد في سبيل الله هيدخلوا الجنه. فلابد يتعرف، يعني يبقى في تعريف مبسط لمفهوم الارهاب والجهاد، الفرق بينهم ان ده ليس جهادا في سبيل الله. وده ينقلنا للتوصيه الثانيه وهو الخطاب الديني وتجديد الخطاب الديني. وهو ارى ان المفهوم المبسط حضرتك انه موجود في الدين الاسلامي وموجود في القرآن. يعني سورة الكافرون قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون، بتنتهي بايه؟ لكم دينكم ولي دين. صحيح. ما قالش حتى اصحاب الدين الاخر او اي كافر اقتله هقتلك، لا ده قال له لكم دينكم ولي دين. وبعدين حاجة تانية نوصلها للناس البسطاء، انه هل من المعقول ان الله خلق عباده وبث فيهم من روحه؟ مش ربنا بث فينا من روحه؟ صحيح. وبعدين انزل دين يأمر بقتلهم؟ كيف؟ يعني ازاي دي تحصل؟ هل يأمر الله من خلال دينه بقتل من خلقهم وبث فيهم من روحه؟ تناقض. يبقى لازم نفهم الناس ببساطة ان هذا ليس جهادا.
ابدا. ده قتل، دي عصابات. ونحن زي ما بقول لحضرتك في حاله حرب. ايام ما كنا بنحارب اسرائيل كانت البلد كلها مسخره، سواء بعد 67 او في 73، وكان في مجهود حربي، وكان في لا صوت يعلو فوق صوت المعركه و طب احنا فين من الكلام ده دلوقتي؟ ما احنا في حاله حرب فعلا. احنا في حاله حرب قاسيه ضروس ومريره وشديده، وعدوك فيها اخس من العدو الظاهر طبعا، لانه ده من الداخل. لان ده عدوي، ده من الداخل، هو ممول من الخارج لكنه من الداخل. يعني ماشي في الشارع كتفي في كتفه، مانيش دريان بيه. فده خطر، فلا بد من المواجهه. انا ارى ان رئيس الجمهوريه بصراحه يعمل لوحده بمفرده، ولا احد يستجيب، وده خطر. لابد كلنا بضميرنا ان نواجه هذه الحرب مع رئيس الجمهوريه. طيب مواجهه الحرب دي تتطلب زي ما حضرتك قلت والتوصيه بتقول تجديد الخطاب الديني وايجاد الخطاب الديني المستنير. هو مش تجديد. هل انا هسال بس السؤال عشان ايه توضح الصوره. هل ما نقوم به حاليا وتكليف المؤسسات الدينيه فقط بتجديد الخطاب الديني، هل هذه المساله او ما يفهمه البعض من ان تجديد أو الخطاب الديني هو منوط به المؤسسات الدينيه فقط، هل هذا صحيح من وجهه نظرك كمثقف وكفنان ومبدع؟ لا طبعا، هو لا يقتصر على هذا فقط. يعني هو طبعا الازهر منوط به انه ينقي المواد الدراسيه، لابد من تنقيه، لانه عبر الزمن يعني تم حشو بعض المواد وبعض الافكار التي تحض على العنف وعلى الكراهيه، لابد من اعاده النظر فيها. لكن ليس هذا دوره فقط، احنا كفنانين لنا دور في هذا. نعم. ما شوهش في الفن رجل الدين، ده غلط. تشويه رجل الدين غلط. ولو انا بتناول شيء يمس رجل الدين فلا بد ان اتناول ده من خلال خطاب مستنير، من خلال خطاب لرجل دين ما هوش تقليدي، ما هوش اللي بيقعد في صلاة الجمعة يصرخ ويزعق وهتدخلوا النار وجهنم ليس هذا ليس من الإسلام. يعني جادلهم بالتي هي أحسن. نعم. يعني الحكاية يعني أحيانا لو معاك طفل يفزع من الخطيب وهو ماسك الميكروفون بيزعق بعلو صوته، الدين مش كده. الدين محتاج ان انا اكون في حالة هدوء وتفكير وتدبر لما يلقى علي، لما اتلقاه منك، فبالراحة شوية بالراحة شوية. مطلوب برضو من اعلامنا انه مش اي حد يستضيفه كرجل دين، ده مش مظبوط، لانه كثيرين مضللين ومضللين بيطلعوا في اعلامنا بيظهروا. طيب في الجزئية دي تحديدا دكتور سيد، يعني استشعر ان في الفترة الراهنة الاعلام يكثف من البرامج الدينية. هل تجديد الخطاب الديني من خلال تكثيف البرامج الدينية؟ يعني البعض يقول لك برنامج ديني مع فضيلة الشيخ فلاني ومع فضيلة الشيخ فلان، وهل ده يؤدي الى النتيجة المرجوة اللي احنا عايزينها من تجديد الخطاب الديني، ام يفتح المجال لخطاب ديني اكثر تشددا؟ بالظبط. لا التكثيف مش مظبوط، لكن التركيز والاختيار الجيد للضيف اللي هو كرجل دين. انا بشوف الحقيقه رجال دين يعني مش عارف يعني بصراحه بيطلعوا كتير في الاعلام وبيطرحوا، تظن احيانا انه معتدل وانه يفهم الاسلام فهما صحيحا، ثم فجاه يخرج علينا براي يناقض ما سبق ان طرحه. يعني طب ازاي يعني؟ اذا رجال الدين يخفوا علينا شويه كده، بالراحه علينا، مش كل واحد يطلع يفتي، تعود الفتوى لاصلها الشرعي ولما نحتاجها انما انا الحقيقه بتفرج على برامج دينيه كترت كتير جدا، واسئله يعني في بعضها بيبقى تافه، يعني الطفل الصغير عارف ده من امور دينه ونقعد نكرر فيها وده يفتي فيها وده يفتي فيها. مش كده، مش هينفع. يعني الله يرحم بقى الشيخ الشعراوي،
الله يرحمه. لا، وهذا المجال يفتح، يعني هل تتفق في ان مساله اللي هو الاسئله في بعض الاشياء اللي زي ما حضرتك بتقول الطفل عارف انها من امور دينه، اليست هذه الاسئله تفتح مجالا للتشدد بالزبط. حتى ياتي الشيخ بجديد بالزبط. فيحاول ويسعى ان يستدعي بعض الافكار المتطرفه بالزبط. ويبثها في نفوس المشاهدين. بيحصل بقى الجدل حضرتك. انت عارف الجدل ده نهانا الرسول عنه. صحيح. يعني قال حتى لا تختلف القلوب، لا نكون كقوم موسى. نعم. يعني ربنا فضل يصعب عليهم، هم البقرة دي طب ايه اوصافها، طب عايزها ايه، فصعبها عليهم ربنا. مجادلين كتير. احنا بعض البرامج بنقعد نفتح مجال للجدل في امور بسيطة جدا ولا تحتمل هذا. مش ده الدين، مش ده. يعني المؤسسة الدينية ارى انها هي المنوط بيها ان هي تتصدى للاعلام. المثقفين يا دكتور سيد صوتهم خافت طبعا ويخشوا من المواجهة، وحينما يتحدثوا بكلام مش عايز اقول يعني زي اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي، قد يتهموا او يتم على طول توجيه الاتهام ب والعياذ بالله الكفر والزندقة، وانت بتتدخل فيما لا يعنيك. أيوة. بتخافوا المسألة دي، بتخوفكم كمثقفين كمعنيين بان انتوا تظهروا كمثقفين ان لا ديننا الاسلامي دين سمح، انتوا بتخافوا كمثقفين بمنتهى الصراحة. لا طبعا يعني مش كله طبعا، وان كان ده، ولذلك في توصية حضرتك ان انا ازاي اربي الطفل في المدرسة على انه يتقبل الرأي الاخر، وانه ما يبقاش حاضر عنده مسألة اتهام الاخر، يعني مجهز له الاتهام مسبق، يا اما بالخيانة يا اما بالكفر يا اما بالعمالة الى اخره. لازم ده يكون من خلال المدرسة، يبدأ من المدرسة عشان نلحقه. نبدأ من المدارس دلوقتي. دي التوصية الثالثة اللي حضرتك بتتكلم فيها، إعادة النظر في فلسفة وأهداف التعليم. طبعا. التعليم مش حشو. أنا عندي ولاد في التعليم حشو غير طبيعي، في المقابل مفيش أي نشاط. أنا حضرتك كنت في ابتدائي بنقف، وفي إعدادي وفي ثانوي، أما بنقف في طابور الصباح بيعزف النشيد الوطني لايف. اللي كان بيعزف النشيد الوطني زمايلي في ابتدائي بالادوات الموسيقيه ايوه بتاعه المدرسه. انا كنت بعزف عليه وانا في المدرسه النشيد الوطني والمارش للدخول للفصل. اين ذهب هذا حضرتك؟ ما بقى فين دلوقتي؟ ما فيش مدرسه فيها ادوات موسيقيه ولا حصص موسيقى. ما في. انا كنت باخد تربيه زراعيه، كان في حصه تربيه زراعيه. صحيح. فين؟ كنت رئيس فريق التمثيل. فين التمثيل؟ فين النشاط؟ كان في مسابقات شعرية وأدبية. أنا كنت بكتب شعر وأنا في إعدادي، وكان وكيل المدرسة يشجعني. وفي ثانوي سموني الشاعر، لدرجة مدير المدرسة فين الشاعر؟ هاتولي الشاعر. كان تشجيع. مفيش ده دلوقتي، كله حشو مناهج. طبعا لازم يحصل تطرف. ومفيش رياضه كمان. مفيش رياضه. ما كنت لسه اقول لحضرتك. طب وبعدين هنفضل نحشي للولاد. الملاعب الرياضيه بيبنوا عليها مدارس عشان يستوعبوا الفصول الجديده. طول ما احنا ده حالنا هيظل الخطر داهم، ومش هنتخلص من الارهاب والتطرف. لابد ان تعاد صياغه المناهج تاني، وتعود الانشطه كما كانت في السابق. حضرتك كنا بناخد كل مواد كتيره جدا ليست دراسيه، في مواد ترفيهيه. كانت حصه الالعاب بجد حصه العاب. وبعدين بقول لحضرتك كانت في مسابقات ادبيه للقصه وللشعر والى اخره، وده ما عادش بيحصل. وكان في مسرح في المدرسه. انا دلوقتي اعتقد ما فيش ولا مدرسه فيها مسرح. ده من امتى بقى؟ ده احنا بقى لنا يمكن 30 سنه متهيألي مساله المسارح. طيب انا عايز اخد حضرتك تاني، اخرج من التوصيات وهرجع لها تاني، بس عايز اعود بالذاكره ل 2012 2014 افتتاح المسرح القومي بالعتبه. حضرتك يمكن كنت من اشد المعتصرين ألما لان المسرح ده يعني يظل مغلق لمده 6 سنين بعد الحريق الشهير اللي حصل فيه. يعني شعورك ايه كفنان؟ يعني يمكن مشاهدينا الكرام يعني الدكتور سيد خاطر من الفنانين ايضا ليهم اعمالهم الفنيه، مش مثقف بس. احساسك ايه
دور المسرح ايه اللي جاي عشان نواجه التطرف دور المسرح القومي ده ايه اللي هيعمله؟ ايه الخطه اللي جايه ليه؟ تمام. طبعا المسرح القومي له مكانة في قلب كل فنان في مصر. حتى لو صغير في مدرسة ابتدائي أو إعدادي. نعم. المسرح القومي له تاريخ. المسرح القومي هو الفن المسرحي في مصر. أنا في للأسف يعني في 2012 افتتاح ده اليوم الذي استدعيت فيه من الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة لأتولى رئاسة قطاع شؤون الإنتاج الثقافي، وأنا كنت دعيت منه قبلها بشهرين واعتذرت، فشهرين ونص كمان، وجلسنا جلسة حوالي ساعتين تدارسنا فيها الحال في مصر، الحال الثقافي يعني، واعتذرت عن المنصب. ثم اعتذرت ليه ممكن أعرف؟ والله اعتذرت لأسباب، لأن أنا قلت للدكتور جابر كده صراحة، وأنا على فكرة أكن لهذا الرجل كل احترام وتقدير، وهو قامة وقيمة طبعا رجل مثقف يعني على مستوى عالي جدا دكتور جابر عصفور. نعم. الدكتور جابر أنا اعتذرت له، قلت له بمنتهى الصراحة أنا سني ما ينفعكش تشوف حد أصغر، دي نمرة واحد. نمرة اتنين إن أنا هبقى صعب، لأن أنا شايف فيه فساد، فأنا عندي حساسية من الفساد، ف يعني هبقى غليظ. مع تحفظي على مسألة السن، أنا شايفك ما شاء الله شباب يعني. ربنا يخليك. فهبقى غليظ في التعامل يعني. هو بعد كده لما استدعاني قال لي لك كل الصلاحيات، معك صلاحيات وزير، وطهر ونظف واعمل اللي انت عايزه يعني. فأنا في 2012 لم أكن، هو دعاني لحضور الافتتاح، لكن قراري صدر في 22/12. يعني أنا رحت مكتبي 23/12، فيوم افتتاح القومي صدر بالموافقة؟ لا، صدر تكليفي يعني بالمنصب. فأنا تسلمت يعني يوم 23/12، وإن كان القرار 22/12. يوم 20 أنا ما كنتش موافق لا مش ما كنتش موافق. هو دكتور جابر يعني له الفضل، وهو الرجل حب ان المسرح القومي ما يتسابش كده، لانه ممكن تطول سنين، فحاول يعجل بتشغيل المسرح القومي وافتتاحه. وتم عرض للاستاذ علي الحجار اخراج الاستاذ عصام السيد، وعرضوا 33 ليله عرض. ثم فوجئت بقى وانا في المنصب انه جاي لي تقرير الحمايه المدنيه انه في خطر ان يحترق المسرح. ده بعد الافتتاح؟ بعد الافتتاح، لانه هو الافتتاح تم بدون تسليم بعض الاشياء الخاصه بالحمايه المدنيه، بدون تسليم من الشركه المنفذه. يعني ما حصلش استلام لغايه دلوقتي. فلما جالي تقرير الحمايه المدنيه كده، مساله كارثه يعني. طبعا. فانا خفت بصراحه يحصل حاجه في المسرح يعني. فقررت يعني توقف العروض بالمسرح وانهاء الاجراءات بشكل رسمي تام مع الشركه. صحيح. ده اللي احنا بنعمله دلوقتي، واوشكت انها تنتهي، ويتم ان شاء الله افتتاحه بعمل كبير وضخم للاستاذ يحيى الفخراني. طب تخصنا بده لاول مره الكلام ده؟ يعني ده هيعاد افتتاح المسرح القومي مره اخرى ان شاء الله بعمل ضخم. اتفضل كمل. ان شاء الله. يعني بنتمنى انه ده يكون في رمضان. ايوه. قبل العيد يعني. ألف ليله وليله للاستاذ يحيى الفخراني، اخراج الاستاذ محسن حلمي. وان شاء الله قريبا هنفتتح مسرح السلام. ورغم هذا، رغم ان احنا عندنا مسرحين معطلين، ومسرح السلام بيتجدد برضه اللي هو في القصر العيني. والبالون بنجدد صالة العرض وكده. دي ما نطلق عليها مسارح الدولة عشان بس الناس تبقى عارفة. لان هي بصراحة متهالكة. وهي تركة وإرث يعني في حالة متردية. فأنا دلوقتي بجهز برضو البالون، إن شاء الله نفتحه على العيد إن شاء الله بعرض يعني لفرقة رضا وللفرقة القومية، وبإشراف الأستاذ محمود رضا إن شاء الله. وهنطلق على قاعة المسرح اللي بتتجدد صالة العرض، هنطلق عليها اسم الفنان محمود رضا، وإن شاء الله هنضع له تمثال في مدخل المسرح. ومسرح محمد عواد في اسكندرية برضو إن شاء الله هنسلمه. عندنا كم مسرح للدولة؟
والله هو مسارح الدولة، أنا عندي البيت الفني للمسرح والبيت الفني للفنون الشعبية. البيت الفني للمسرح فيه طبعا القومي والحديث اللي هي السلام والطليعة والعرايس والغد والعايم وميامي إلى آخره يعني تقريبا في حدود 10 تقريبا. وبعدين عندي ده اللي هو البيت الفني للمسرح. البيت الفني للمسرح. البيت الفني للفنون الشعبية فيه البالون وفي السيرك القومي، وعندنا بقى الهناجر برضو تبع القطاع، عندي مسرح الهناجر اللي في دار الأوبرا والمركز القومي للسينما والمركز القومي للمسرح ومكتبة القاهرة الكبرى، كل دول تابعين لقطاع شؤون الإنتاج الثقافي. دول كلهم بيجري حاليا أعمال ليهم صيانة وتجديد وإعادة وتطوير لهم مسارح، يعني بنعمل ده في المسارح. أيوة، في عدد من المسارح، وهي المسارح كلها محتاجة ده إن شاء الله، ربنا يقدرنا. وفرتوا التمويل اللازم يا دكتور سيد؟ ما حضرتك احنا السنة دي توفر اهو القومي والسلام، واحنا داخلين على 15-16 ميزانية جديدة ان شاء الله متوفر. شايف في نوايا طيبة للاهتمام بمسارح الدولة؟ الدولة بتولي دلوقتي، دي احد التوصيات، انه يعني يزيد الدعم للثقافة وعشان تقدر تصلح مسارحك وتنتج انتاج جيد، وان شاء الله ده هيحدث، لانه يعني مجلس الوزراء مهتم بده وهيتم ان شاء الله. اذا سيعاد افتتاح المسرح القومي مرة اخرى قبل او في رمضان ان شاء الله باذن الله، بعد الانتهاء من اعمال الحماية المدنية بالكامل بشكل كامل، بعرض كبير من بطولة ونستلم رسمي من الشركة المنفذة الفنان الكبير يحيى الفخراني، قيمة وقامة تليق بهذا العمل او تليق بافتتاح المسرح القومي. عايز ارجع بيك لنقطة مهمة جدا اهتم بيها سيادة الرئيس، فساد. ايه الفساد اللي انت كنت شايفه يا دكتور سيد في هذا القطاع المعني بالثقافة اللي المفروض ان هو يبث القيم في الناس؟ هل يقبل انه يكون في فساد وحضرتك تقول ده في فساد كبير؟ يعني انا كنت اردد، ما انا كنت خارج الحكاية يعني. طب اسمح لي دكتور سيد، هناخد موضوع الفساد ده لانه موضوع مهم بس بعد الفاصل. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونعود لنعرف ونتعرف ايه الفساد اللي كان موجود في مسارح الدولة في الثقافة من دكتور سيد خاطر، ونرجع تاني مع بعض. فاصل ونعود. عدنا إليكم مشاهدينا الكرام في مصر مباشر، وأستكمل حديثي الممتع مع الدكتور سيد خاطر، هذا المثقف وكيل أول وزارة الثقافة اللي بيحارب الفساد. نشوف كده مع دكتور سيد خاطر إيه الفساد اللي كان موجود واللي كان منعه من هو يقبل منصبه في كرئيس لقطاع شؤون الإنتاج الثقافي. ايه الفساد اللي كان موجود بيتمثل في ايه يا دكتور سيد؟ يعني انا اقول لحضرتك، انا كنت طبعا لما بتكلم عن الفساد بتكلم عنه وانا خارج الموضوع، يعني مش مطلع، مش شايف، فاردد كما يردد الاخرين انه في فساد. الفساد من وجهة نظري ليس فسادا ماليا. صحيح. يعني قلة الضمير فساد. قلة الضمير صحيح. فساد. يعني الفساد الاداري اخطر من الفساد المالي. نعم. من وجهة نظري يعني انا لما رحت القطاع، حضرتك لما اروح الاقي انا عندي ادارات كتير في القطاع، لما الاقي عدد كبير من الموظفين غايب فوق 156 يوم وبيقبضوا في السنة، بيقبض كل حاجة وجهود وحوافز وكل حاجة حضرتك، وعدد كبير مش واحد ولا اتنين ولا تلاتة. لما اروح الاقي سيارات الدولة التابعة للقطاع بما فيها اتوبيسات وباصات وكده بتروح عايشة في بلد في احدى محافظات وجه بحري، بلد ريفي عايشة فيه بقى، خلاص الدولة ملهاش دعوة بيه، وهي بقى عمرتها وبنزينها وشحمها وكل ما يعني يخصها، مصاريفها كلها على الحكومة. طب وبتعمل ايه بقى؟ والسواقين بيروح بلده بيها وتمام يعني.
وممكن تكون بتشتغل ارى ان هذا فساد، تشتغل بالاجره مثلا. الله اعلم. يعني ما مسكتش حاجه بايدي، بس هو ممنوع انها تبات بره اساسا. يعني عربيات الحكومه دي ممنوع انها تبات بره. فانا ارى ان هذا نوع من انواع الفساد طبعا. لما تلاقي تفاوت في المكافآت، والموظف الصغير ياخد حاجات قد كده، المديرين والمسؤولين مكافآته عاليه قوي زياده عن اللزوم يعني. ده نوع من انواع الفساد. هو ما بيسرقش، ده هتبقى وحش قوي كده يا دكتور سيد. ما انا وحش. ما هو انا وحش. هو ما بيسرقش، هو بياخدها شرعي، بس ما فيش منظومه تحقق العداله. يعني المفروض خدها شرعي بمنظومه تحقق العداله. الورق ورقنا والدفاتر دفاترنا يعني. لا هي ما فيهاش سرقه، عشان مش سرقه يعني. ما هو انا بستف بس ورق. هو ما تاخدهاش بمضاعفتها يعني. مم. بينما عندك رواتب ضئيله وصغيره، ده بيخلق نوع من الحساسيه عند الموظف الصغير، فيبتدي يشكو، يبتدي طب انا هشتغل ليه؟ واخد بال سعادتك؟ يبتدي يكره مديره ويكره اللي بياخدوا المبالغ الكبيره. تصديت لده وحطيت مبدأ، احنا مواعيدنا بتنتهي مثلا الساعه 2:30. والله اللي بيكمل شغله اذا كان الشغل يحتاج ايوه لغايه 4:30، يعني بيقعد ساعتين، او لغايه 5 ساعتين ونص زياده عن عمله، بيتاخر عن بيته، لهم مكافاه. واخد بال حضرتك؟ اللي بيقعد معايا ل 11 و12 واحيانا 1 بالليل له مكافاه اميز. نعم اميز. مشي ده على الكل. وانا كنت اول ما رحت وقفت خالص، ما فيش مكافآت طبعا. اكره يعني بس انا قلت لهم لما الا المكافآت يا دكتور لما تشوفوا اسمي في مكافاه من المكافآت اللي انتوا بتاخدوها دي، لما تلاقوا اسمي بجنيه قولوا لي عايزين 10 مقابلها يعني. في الاول كان صعب، لكن الناس ارتضوا بعد هذا. ولما جيت اعمل مهرجان ومؤتمر، ما هو ده بقى اللي انا عايز اقوله يعني. انا مش عايز اقول لك فرق العمل اللي اشتغلت معايا لنص الليل، لجان من هؤلاء الموظفين بكل الحب والتفاني واعداد كبيره، ولم يطلبوا من ليما واحده. يعني اذا هو كويس، بس هو محتاج اللي يشغله. وبعدين ما بيقوليش انا عايز لانه شايفني انا ما باخدش. واخد بال حضرتك؟ فانا الحقيقه لما جربت هذه التجربه، سواء في المهرجان اللي انا عملته، مهرجان المسرح العربي، او في المؤتمر، دي كان في لجان غير اللجان دي، واحيانا لجان من هنا ساعدت هنا، بل ان جالي موظفين من قطاعات اخرى بقوا يشتغلوا معايا بالليل من 10 بالليل ويسهروا ويبذلوا مجهود ويقولوا احنا جايين حب، احنا مش عايزين حاجه. موظفين مش تبعي، وجدوا القدوه يا دكتور سيد. يعني هم حبوا الحكايه. اذا انت لو عايز تشغل وتشتغل، الناس هتشتغل. نعم. اذا تستطيع ان تقضي على الفساد الاداري اللي انا بأطلق عليه فساد اداري، ان الموظف ما يجيش، ما يشتغلش، ولو جه ما يشتغلش. يعني الحكايه عايزه من المسؤول الى الصغير احساس بالمسؤوليه باللحظه اللي احنا بنعيشها، بالظرف الراهن اللي هو خطر جدا. مصر في حاله خطر بجد، مش بهزار. نعم. في بعض الناس بتتعامل على الموضوع ده، ما احنا ماشيين والحياه حلوه اهي وبنروح ونيجي. لا، ما زلنا في خطر. صحيح. لما لغايه النهارده يستشهد ال3 قضاة، يبقى احنا في خطر، وخطر دائم. نعم. طب اسمح لي، عايز اخد حد عزيز على حضرتك قوي، المخرج الكبير محمد فاضل معانا على الهاتف، عايز يشاركنا الحوار. يعني استاذنا الكبير والفنان العظيم الاستاذ محمد فاضل، برحب بيك يا فندم. الله يخليك، اهلا وسهلا. يعني ضيفنا الكبير النهارده دكتور سيد خاطر، رئيس قطاع شؤون الانتاج الثقافي. طبعا. بنتكلم على دور القوى الناعمه استاذ محمد، دور الثقافه، الفن، الفكر، الابداع في مكافحه الارهاب. يعني كيف ترى دور الدوله، دور مسارح الدولة، دور المسرح القومي ان شاء الله اللي هيعاد افتتاحه تاني باذن الله في يعني في رمضان المقبل؟ يعني دور الدولة ايه في مكافحة الارهاب استاذ محمد فاضل، او دور الثقافة في مكافحة الارهاب؟ يعني اسمح لي بداية اخد بس اخر جملتين قالهم دكتور سيد خاطر. نعم. وهم الخاصين بانه
الناس عندها استعداد تشتغل، بس نعم. اللي يشغلهم. ده مقولة صحيحة 100%. والمثل اللي هو ضربه او يعني قال عليه في المهرجانين فعلا دول مثلين حقيقيين ويؤكدوا انه القيادة مهمة جدا نعم. في اي مجال، وان احنا لو لقيت مكان فيه يعني كده خلل شوية يبقى القيادة هي اللي مش سليمة. فلما بتبقى القيادة فاهمة والقيادة متخصصة فالناس بيبقوا مقتنعين، يعني اما بيقول لهم حاجة هيصدقوها. وده اللي حصل في المثلين اللي قالهم الدكتور سيد خاطر دلوقتي، خاصين بانه الناس عندها استعداد تشتغل بس حد يعمل لهم القيادة والقدوة في نفس الوقت. نعم. دي حاجة. نعم. اما بقى مسألة دور الفن فاحنا محتاجين لاستراتيجية، مش يعني في دي يعني طبعا المؤتمر اللي عمله الدكتور سيد خاطر ماشي، ده مجهود جميل جدا. نعم. وبرضو انا عضو في حاجة اسمها المركز المصري لمكافحة الارهاب، يا دوب ده اعلن عن تدشينه يوم 11 مايو اللي فات في الاوبرا، وانا قدمت فيه فيلم جديد اسمه اصل الحكاية خاص باصول الارهاب. ارهاب اصله ايه، عشان ما نروحش بس ان احنا نقاوم الظاهرة الموجودة من غير ما نعرف. ثواني يا استاذ محمد، اصل الحكاية ده الفيلم ده عبارة عن ايه؟ ده فيلم روائي، فيلم تسجيلي؟ لا، فيلم تسجيلي 12 دقيقة. 12 دقيقة. ده فين ده يا استاذ محمد؟ ده موجود على اليوتيوب حاليا، والمركز المصري لمكافحة الارهاب هو اللي بيوزعه يعني. ده عبارة عن ايه الفيلم ده يا استاذ محمد؟ لا، بيتكلم عن اصول من وجهة نظري انه مش بس الخطاب الديني هو السبب في او انحراف الخطاب الديني هو السبب في الارهاب، لا، السبب الحقيقي في الارهاب هو الخطاب الاستعماري منتقبا بالنقاب الديني. فده بيقول وجهة نظر يعني حقيقية بقى، وزي ما بيقولوا كده مرة واحدة. مش هنقعد ونلف وندور ولا اصل التطرف الديني واصل الفقر واصل لا 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 لا، هي اساس خطاب استعماري. لان عشان نقدر نقاومه، ما احنا مش هنقاومه اذا صح، اذا فضلنا بنقول اصل انحراف الخطاب الديني والشباب اللي ما بيشتغلش، لا 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 لا، هو خطاب استعماري بيستغل بقى الحاجات دي. فاذا لابد ان احنا جزء مننا بيصلح الجانب المحلي فيه، لكن جزء مننا لازم يواجه هذا الجانب الاستعماري في الارهاب، لان هو الارهاب حاليا بيستخدم مش من اجل اهداف دينية، انما من اجل تحقيق خريطة استعمارية. مظبوط. ومعلن عنها. نعم. فهم فشلت ثورة 30 يونيو ادت الى فشل ذلك المشروع، لكن هم ما بيأسوش وبيعملوا كل يوم تنظيمات جديدة وحاجات مختلفة ووسائل مختلفة من اجل يعني تدعيم الارهاب علشان يقدروا يوصلوا اللي هم عايزينه. لكن طبعا الحمد لله مصر صعب عليهم انهم يوصلوا فيها للي هم عايزينه، وده اللي مخليهم واخدين هذا الموقف من مصر. يعني كمخرج كبير يا استاذ محمد فاضل، ولك بصماتك ولك اعمالك ملء السمع والبصر، يعني كيف ترى الاعمال التي تقدم على مسارح الدولة لمواجهة هذا الفكر المتطرف؟ يعني اريدك ان تدخل في هذه المسألة مع الدكتور سيد خاطر، لانه اكيد مهموم. يعني ايه الاعمال، طبيعة الاعمال اللي تقدم بيكون شكلها ايه؟ انا اعتقد ان المسرح هيقدر يعمل ده، لانه في قيادات حاليا موجودة يعني مقتنعة بده. نعم. وان كان يعني مش لازم في يعني حتى سواء في الاطار الحكومي او غير الحكومي. نعم. يعني الناس الموجودين دلوقتي في قيادات مثلا زي قطاع الانتاج الثقافي او قطاع المسرح، انا اعتقد انه هم كاشخاص يعني مثقفين بصفة اساسية، هم لهم وجهة نظر وطنية في المسألة دي. وشوف احنا لازلنا ما عندناش استراتيجية للدولة، انما بتتوقف على حسب القيادة الموجودة في مكان. اذا كان القائد الموجود في مثلا في قطاع زي من قطاعات وزارة الثقافة مقتنع هو شخصيا
بالمسألة دي هتتعمل او بتتعمل. غير كده ما عندناش سياسة عامة لحد النهاردة للأسف، وخصوصا من بعد يعني في يعني بقالنا حوالي في اللي حصل الارتباك اللي حصل في الدولة في الكام سنة اللي فاتوا. فخلوا بالذات بالنسبة للثقافة، يعني الدولة انشغلت في مكافحة الإرهاب أمنيا وفي مسألة تعديل الوضع الاقتصادي، لكنها لا تنتبه للثقافة والفنون. والمسألة كلها مجهودات ذاتية من أشخاص بيحبوا بلدهم طبعا، وعندهم ثقافتهم ويعني خبرتهم الثقافية تسمح بأن هم يوظفوها في عمل أعمال ضد الإرهاب أو أعمال في صالح يعني الخطة الوطنية المعاصرة. نعم. أشكرك شكرا جزيلا أستاذنا الكبير أستاذ محمد فاضل، مخرجنا العظيم صاحب الأعمال والبصمة الرائعة في الأعمال، خاصة الأعمال الوطنية الكبيرة، يعني اللي احنا كلنا ليلة القبض على فاطمة طبعا وناصر 56، يعني حاجات كلها تاريخ بصراحة الأستاذ محمد فاضل، تاريخ يعني نفخر بيه كمصريين طبعا. يعني أنا عايز مسألة الفساد دي أرجع تاني، بس هتعلق على أستاذ محمد. اتفضل. يعني بعد إذنك، يعني الأستاذ محمد فاضل تحياتي وتقديري له. طبعا زي ما قال انه الدولة بتواجه امنيا، وانا شخصيا مع المواجهة الامنية تماما جدا، لكنها ليست كافية، ليست صحيح. هي كل شيء. عشان كده كان هذا المؤتمر. احنا فين؟ يعني انا حضرتك لما بقول انا بعمل ابداع او بقدم المبدعين، دوري ان انا اقدمهم، فانا حضرتك محتاج اللي يساعدني. يعني انا السنة دي احنا انتجنا وحوالي 16 عرض مسرحي. لما انا ابقى مطالب ان انا عشان الناس تعرف، وبعدين بقى تشوف ناس في التلفزيون يطلع يقول لك هو المسرح فين؟ مفيش مسرح. الله، ده احنا عاملين 16 عرض. عارف ليه؟ دي شكوى دي يا دكتور سيد. انا اشكو 16 عرض مسرحي ما حدش عارف عنهم حاجه. اشكو بقى سعادتك. اتفضل. لانه بشكو للسيد رئيس الجمهوريه. نعم. وللسيد رئيس الوزراء. دولة رئيس الوزراء. نعم. لانه حضرتك انا قطاع عام، وزارة خدمية يعني. صح؟ صحيح. تابعة للحكومة، لا تستهدف الربح. التلفزيون المصري برضو حكومة. نعم. لما انا اعمل منتج 16 عرض مسرحي وعشان اعلن عنه في التلفزيون واحنا في حالة الارهاب دي، والناس تنزل وتروح المسرح ويرفض الا اذا دفعت، ده مسألة غريبة. انت بتحطني كده في مأزق يا ما انا بقول لحضرتك بصراحة، انت بتحطني كده في مأزق. ليه؟ لان احنا برضو بنطالب من جهات اخرى، جهات ممكن تبقى ضرائب او يعني انت ده ازاي تعمل ده، وازاي ان انت تدفع اعلان او يجي لك اعلان تعرضه من غير، يعني اسمح لي ان انا دافع. ما دي حكومة مع بعض. ما دي بقى المسألة يعني دي اذا في مواجهة هذا الارهاب. ايوه. دور حضرتك لمساعدتي في هذا الفن الذي يقدم، ان حضرتك تعلن لي ولو شريحة عن هذه العروض مجانا. يا ريت. مش بقول تريلر، شريحة اللي هي اين تذهب هذا المساء مجانا. التنسيق ده يتم بين مين ومين؟ لن تكلف. بين مين ومين يا دكتور سيد؟ يقتنع المسؤولين. ايوه. بيني سعادتك وبين السيد الاستاذ رئيس اتحاد الاذاعه والتلفزيون. بين الوزير عندنا والسيد رئيس اتحاد الاذاعه والتلفزيون، بلاش انا، انه يعلن عن هذه العروض. ورغم ذلك ال 16 عرض حضرتك كان فيهم عروض. طب تكسبوا منهم، عفوا بس خلينا نتكلم كلام اقتصادي. انت كمسرح مش هتكسب منه اطلاقا. ما عشان خلينا انا عايز اقول لحضرتك الحروف عشان يقول لك زي ما انت عايز تكسب انا عايز اكسب. لا ده انا عايز اقول لحضرتك. اتفضل يا دكتور سيد. وزارة الثقافة ممثلة في قطاع المسرح. انا عارف كده على فكرة، بس لازم اسالك السؤال ده. عمرها في تاريخها ما حققت قرش مكسب، هي تخسر. بنخسر. ما احنا مش عايزين خسارة برضو. لا ما انا هقول لحضرتك، ما هو لازم تخسر. ما هو عمرك ما انت بتقدم ثقافة تخدم بها المجتمع. نعم. فانت بتعمل سعر تذكرة قليل جدا. نعم. بسيط. عشان ده لكل الناس. انت بتقدم هذه الخدمة لدافع الضرائب، واخد بال حضرتك؟ حاجة تانية بقى، فانت بتكسبش. انت عندك جيوش من العاملين. على اللونج ران تكسب ان انت تواجه فكر متطرف، ده مكسبك منه كبير. هو ده المكسب كده. يعني انا المكسب عندي ان انا بقول عدد الرواد عندي قد ايه، مش جبت كام فلوس.
الفلوس اللي بتحصل بتروح على الماليه، على وزاره الماليه، احنا ما بناخدهاش، فانا ما بكسبش، الفلوس بتروح للماليات. صحيح. فحاجه تانية بقى حضرتك، ان انا عندما اقدم هذه العروض اذا انا اقاوم الارهاب بفن وبفكر وبابداع. اذا اجهزه الدوله كلها تساعدني. اذا لما احب انتقل الثقافه ما هياش القاهره فقط ولا اسكندريه، لما احب انتقل لمحافظات مصر على محافظي مصر انه يوفر لي اماكن للاقامه والاعاشه للناس، لان لو انا دفعت ميزانيتي لا تسمح وانا هاجي اقدم العروض. معظم المحافظين لما نخاطبهم يقول لك لا اسف مش دلوقتي. طب ما هنواجه التطرف ازاي؟ انا عايز اروح الصعيد، الفنانين اللي عندي بنجومهم قالوا لي عايزين نروح الصعيد، نروح القرى والنجوع. اذا الساده المحافظين يجب ان يلزموا بان يستقدموا هذه العروض، واحنا مستعدين نروح، بس حضرتك وفر لي اقامه واعاشه، لان ميزانيتي لا تحتمل ان انا الف المحافظات كلها وادفع اقامه واعاشه. اشكرك يا دكتور سيد. على فكره انا عايز بس اوضح للساده المشاهدين، يعني السيناريو الحوار او الفكره من استضافه الدكتور سيد خاطر لم تكن لتتطرق اطلاقا لاي مشاكل، ولكن كنا سنتحدث عن المؤتمر القوى الناعمه الفن والفكر والابداع، ولكن الحديث ياخذنا الى مساله اخطر، هي مساله التعاون بين اجهزه الدوله عشان ان احنا نكافح الارهاب. يعني دكتور سيد بيقول ان هو عنده عروض بتحارب ده وتكافح ده، ولكن للاسف الشديد بيقابل عقبات من اجهزه الدوله نفسها، لابد ان احنا نحلها لاننا كلنا في مركب واحد. اسمح لي يا دكتور سيد ناخد جزء من فيلم اصل الحكايه اللي هو للمخرجنا الكبير طبعا محمد فاضل، نشوف بيقول ايه بس كده جزء. زمايلنا الاعزاء مخرجنا الجميل احمد اسماعيل وزميلي محمد محمود يعني مقدم لنا جزء من اصل الحكايه. جاهز يا استاذ محمد؟ في حب الإنسانية أينما كانت وكما خلقها الله لتعمر الدنيا وتعمرها. ومن أجل أوطان تتطلع للعيش في سلام وأمان لتبني. وتحية لحضارة الماضي العريق ونهضة الحاضر المشرق وآمال المستقبل المبشر، نقدم هذا الفيلم أصل الحكاية. يعني ده كان جزء من فيلم أصل الحكاية اللي أعده أو أخرجه مخرجنا الكبير الأستاذ محمد فاضل، طبعا بصوت الفنانة العظيمة فردوس عبد الحميد، ويمكن هيسترجع فيه بعض المشاهد السيئة جدا اللي مرت بيها مصر واللي كانت مستهدفة بيها مصر إنها تتحول لكده، ولكن شاءت العناية الإلهية إن احنا ننجو بفضل إرادة هذا الشعب ومساندة الجيش الباسل العظيم اللي حمى مصر
من هذه المخاطر اللي حضراتكم شايفينها. انا عايز اخد حضراتكم تاني وارجع تاني معاك دكتور سيد لمؤتمرنا، المؤتمر اللي احنا يعني بصدده، ويمكن حضرتك وضحت ان التنسيق بين اجهزه الدوله مهم عشان طبعا مسارح الدوله تقوم بدورها وتقدم الوعي المناسب لمكافحه التطرف والارهاب. لكن ارجع لمؤتمر القوى الناعمه، كلمه الافتتاح كان فيها يعني شيء معبر جدا حضرتك كنت عايز تقوله. قول لي كده على بال ما نجهزه ونعرضه. والله هو ما اطرحه حاليا انا طرحته. وانا يعني قلت بكل صراحه ووضوح انه من يعمل في جزيره منعزله من وزير لمحافظ لمسؤول في الوقت اللي احنا بنعيشه ده، واللي الرئيس بيبذل قصارى جهده عشان نتضافر وكل اجهزه الدوله تعمل بضمير، الذي لا يفعل هذا هو عار على مصر. وهفضل اكررها، المسؤول او سواء كان وزير محافظ مسؤول لا يشتغل لا يعمل بهذه الهمه لمواجهه هذه الحرب هو عار على مصر. طيب اسمح لي نجهز تاني ونرجع تاني نكمل كلامنا، نشوف كلمه الافتتاح كده بتاعه المؤتمر ونرجع تاني نشوف مع بعض كلمه الافتتاح من مؤتمر القوى الناعمه ونرجع تاني مع بعض. اخوان لبيك، وانه بيحرك الولاد صح؟ لا مش كلنا نصطف ورا الصوت الواحد، لا. الولايات المتحده الامريكيه عندها اكبر قوه ناعمه في التاريخ. دي كانت كلمه يمكن استاذ ياسر عبد العزيز الاعلامي، وده هينقلنا على بال ما نجهز الكلمه بتاعه الدكتور سيد خاطر. يمكن الزملاء بس يعني حطوا لنا الكلمه بتاعت الاستاذ ياسر عبد العزيز، لكن الاعلام دكتور سيد، الكلمه اللي قالها الاستاذ ياسر عبد العزيز الخبير الاعلامي، يعني الاعلام دوره ايه في مكافحه التطرف؟ ايه اللي انتوا قلتوه في مؤتمر القوى الناعمه لغايه ما تجهز كلمه الافتتاح؟ والله الاعلام بغض النظر عن المساله اللي تخصني، اللي انا بقول المفروض يلقي الضوء على النشاط بتاعي بتاع وزاره الثقافه، وانه هو يعني لابد ان يكون هناك الزاما بان يلقي الضوء، لان انا ممكن اعمل مش 16 مسرحيه 30 مسرحيه وما حدش يعرف وما حدش يحس. فانما الاعلام برضه منوط بيه سواء حكومي او خاص. يعني ملاحظ انه يبقى يعني في بعض القنوات بتفتقد المهنيه كتير جدا جدا، وفي بعض القنوات او بعض المذيعين بيفتعلوا ازمات تافهه لمجرد ان تزيد نسبه المشاهده لبرامجهم. فهذه البرامج التافهه يعني بعضها بيخلي في حاله سعار ضد ما يحدث في البلد. نعم. دون ان ندري هم بيتغلغلوا ويتسللوا. يعني انا ابتديت اشوف نبره دلوقتي في الاعلام عاليه ضد ما يحدث في البلد من بعض الاعلاميين، ضد المشروعات او الحاجات اللي طبعا بتتم. طبعا ايه بقى؟ ويعني ضرب تحت الحزام كده، ممكن نسميه ضرب تحت الحزام. مع ان لولا ما حدث ولولا 30/6 ولولا العظيم الرئيس عبد الفتاح السيسي كان زماننا دلوقتي في لا هم عارفين يطلعوا في الاعلام ولا عارفين يتكلموا، وكان زمانهم بيتفجروا وكان زمانهم بيموتوا وكنا عشنا حاله سواد. صحيح. لكن النفوس المريضه عند لدى بعضهم، والحقيقه ابتدى صوتهم تاني في الفتره دي، مش عارف بقى عشان 30/6 قرب ولا ايه، فابتدى صوتهم يعلى شويه ضد، يعني احيانا بيثبطوا الهمم. انا ده ملاحظ وانا بتكلم بكل صراحه ووضوح. احيانا تبص تلاقي البعض يعني بيجيب سيره رئيس الجمهوريه دون داعي، يطعن في مجهود رئيس الوزراء دون داعي. يعني انا شايف رئيس الوزراء الراجل بيحاول، ده ما بيقعدش،
ده بينزل الشارع. والنهارده لسه شايفه في احد مجمعات استهلاكيه او حاجه، مفيش رئيس وزراء عمل كده في مصر قبل كده. اي مكان بما اني مسؤول في مكان ما ممكن تعتريه اخطاء، ممكن طبعا مش ملايكه ولا انبياء. بالظبط. انتقدني، وجهني، ساعدني، لكن ما تحبطش، ما تساعدش. كل من يساعد الارهابيين النهارده ولو بكلمه هو ارهابي مثلهم. دي وجهه نظري. طب ده بالمناسبه يا دكتور سيد، البعض يعني يعني ادى ملاحظه كده على حديث الرئيس اللي هو الشهري ده، ويقول فيه ان الرئيس يعني اهتم بالتفاصيل، مع ان الرئيس المفترض ان هو يهتم فقط بالخطوط العريضه. يعني كيف تقرا مثل هذه يعني او هذه الاحاديث؟ ما هو الرئيس يهتم بالخطوط العريضه لما تبقى حاله البلد مستقره، لكن لما نبقى في حاله حرب يهتم بالتفاصيل الصغيره. الرئيس بيخاطب المواطن المصري البسيط، يعني يرسل رسائل، يعني اشتغلوا شويه، مفيش داعي للتطاحن. لما بيتكلم عن المدير وهو يعني يقصد انه يطبطب على الموظفين، يعني هيعمل لهم كده؟ لا، ان يحتوي بقيادته هؤلاء الموظفين، يحثهم على العمل، يعني زي ما بيقولوا يخرج بره الصندوق، يفكر في افكار من الممكن ان هم يعني يساعدوه فيها وينجزوه ويعملوا معاه بكل حب. هذا ما يقصده الرئيس. الرئيس شايف ما فيش، يعني الناس كلها لا تعمل بالشكل المطلوب. صحيح. احنا والله فعلا بأكرر في حالة حرب أشد من كل الحروب اللي خضناها العسكرية. نعم. احنا في حالة حرب، يعني هدف عدونا القضاء على مصر، اسقاط الدولة المصرية. ان شاء الله. وده احنا شايفينه ان شاء الله مش هيحدث ولن يحدث. طيب انا عايز اخد حضرتك لكلمة الافتتاح، نشوفها مع بعض كده بالصوت والصورة. ممكن؟ اتفضل يا فندم. طيب فاصل كده نشوف كلمة الافتتاح ونرجع تاني مع بعض. منورينا، الله يبارك فيك. ومعلش انا بعتذر لكم جميعا انه اليوم ارتبك النهارده. هو كان المفروض التوصيات تعلن الساعة السادسة مساء بحضور السيد الوزير الأستاذ الدكتور عبد الواحد النبوي، ولكن ظروف اجتماع مجلس الوزراء اليوم حالت بينه وبين الحضور. أيضا ظروف وجود عرض بمسرح الهناجر، عرض بارانويا وندوة بعد العرض، وظروف انه الفعاليات اتأخرت بسبب الشمس فأجلنا. فكل الفقرات الفنية يعني جنت على بعضها او جارت كل فقرة على الأخرى. أنا بعتذر للسادة المفروض انهم يكرموا النهاردة، واسمحوا لي. دي بقى انا عايز يعني اعلق على الجزئيه دي تحديدا من الكلمه دي للدكتور سيد خاطر. ده احترام المشاهد، احترام المتابع. يعني لما يكون اصريت ان انا اخد الجزئيه دي، قدم اعتذارات كثيره دكتور سيد خاطر لما لقى ان في حاجه حصلت ما كانتش زي المطلوبه. فثقافه الاعتذار، ثقافه ان احنا لما نشوف حاجه كده ما كانتش لا على البال ولا على الخاطر، دي الثقافه دي المفترض انها تعود لينا. انت ليه كده يا دكتور سيد؟ يعني حسيت انك انت متحرك جدا طبعا. وانك يعني تكاد ان انت عايز تنزل لكل واحد تبوس راسه وتقول له انا حصل عندي خلل قد كده. كنت عايز ترسخ ايه من الكلمه دي؟ هو دي جزء من كلمه الختام. ده ختام المؤتمر. هو احنا كان المؤتمر حضرتك يعني خلافا للابحاث، للتوجه البحثي واللي تقدم بيه اكتر من 25 بحث لاساتذه كبار اجلاء، كانت بتناقش في القاعات الابحاث. وكان على هامش المؤتمر في معرض للكتاب، معرض للفنون التشكيليه، سينما الهناجر بتعرض على مدى يومين من الصباح حتى المساء افلام روائيه وتسجيليه عن الارهاب. وكان المسرح في الخارج بيشتغل من الصبح لبالليل يومين. الفرقه القوميه، فرقه رضا، فرقه الآلات الشعبيه، فنانين زي الاستاذ متبرعا الاستاذ يعني ايمان البحر درويش والاستاذه مونيا وغيرهم، فرقه نوبيه، كل دول تطوعوا بدون مقابل. يعني هذا المهرجان
اتعمل بدون اي مقابل حضرتك مادي. فالناس لما الفقرات الفنيه كانت الحقيقه الاوبرا شغاله يومين من الصباح حتى المساء، اتاخر الاعلان التوصيات والناس سهروا وقعدوا مصرين ان هم يسمعوا التوصيات، لم ينصرفوا. فكان لابد، مع ان كان في محدد لها ميعاد يعني قبل كده، كان لابد ان انا اعتذر لانه حصل فقرات يعني دي كان المفروض تبقى الساعه كذا ودي الساعه كذا، حصل خلل في الترتيب، حصل خلل في الترتيب شويه. كان لابد ان انا اقدم اعتذاري للساده الحضور، لان هم قاعدين منتظرين، هم كانوا سعداء بالفن اللي بيقدم. وانما كان لابد ان انا النقطه دي انا لما شفتها وحضرتك بتعرض عليا دي انا استوقفتني صراحه، لما لقيت حضرتك يعني بتعتذر هذا الاعتذار الكثير. يعني قلت لا، لازم ان انا اوري بس يعني معنى ايه ان انا اكون منضبط، ولما يحصل عندي خلل طبعا لابد ان انا اعتذر واقدم الاعتذار الشديد عنه. لكن نرجع بقى لجوهر موضوعنا تاني، وهو يعني الفن والفكر والابداع. انا عايز اعرف من حضرتك حاجه واحده ضربت فيها على ايد الفساد بقوه، وما حاولتش ان انت تقول اصل زي بعض الاشياء اللي بتحصل لما تيجي يقول لك اصل والله لا ده اصل عنده ولاد، ده عنده ظروف، ده عنده مش عارف ايه. هل المسائل دي خدتك في بعض الاوقات ولا كنت مصر انك تواجه؟ قول لي حاله واحده حضرتك قابلتك في المساله دي. لا، واجهت كتير من اول يوم توليت فيه. وفي اول اسبوع كنت حاسم كل الامور. بما حتى يعني زي قلت لحضرتك مساله الحضور والانصراف، وانه ما فيش حاجه اسمها موظف يغيب 156 يوم في السنه. يعني كارثه. فدلوقتي بقت البصمه وانتظام في العمل. وجدت مقاومه في الاول، لكن الموضوع كان في ما يسمى بالساعه التجاوز، كله عايز ساعه تجاوز. لم انظر الا للحالات التي تستحق ساعه تجاوز. حامل، مرضعه، الى اخره. يعني حد سكنه بعيد خارج نطاق القاهره الكبرى ممكن اديله ساعه تجاوز في الحضور او في الانصراف. طبعا كانت مقاومه. اعاده السيارات انها تبقى ملك الحكومه موجوده في قلب القطاع، وجدت مقاومه الى حد انه السائقين راحوا متقدمين بطلب نقل جماعي، يعني جامعهم. طبعا انت بترجع يعني بقى احنا هنوقعك يعني. فهو ده كان اختبار. فانا لما جم بقى وقالوا لي ده كله المديرين بقى بيبلغوني، يعني يا خبر ابيض. قلت لهم هم عملوا كده، فين الورقه؟ كتبوا، قالوا لي. قلت لهم هاتوها اشوفها، انا مش مصدق. الله عليك. فجابوها لي وكتبت اوافق. حتى لما جم وابتديت اجراءات بقى نقلهم يعني. وبعمل اتصالاتي بقى انهم الثقافه الجماهيريه يروحوا حلب وشلاتين يشتغلوا هناك، هيبقى كويس بالنسبه لهم يعني. لا يعمروا هناك، محتاجين احنا هناك برضو. فقالوا هم عايزين يعتذروا، بيتقدموا باعتذار. قلت لهم اسف، لن اقبل اعتذار، وروحت على كده يعني. حد من معلش المسؤولين اللي هم يعني يرقصوا حضرتك، يعني الوزير مثلا، حد كلمك وقال لك يا دكتور سيد انت ليه عملت كده؟ ده الناس متذمره عندك، ده انت يعني معلش انت مش عارف تحتوي الناس. لا كان دي الكلمه اللي بتتقال. لا لم يحدث. الدكتور جابر عصفور كان هو وقتها الوزير وهو رئيسي المباشر يعني. نعم. فالحقيقه كان الرجل يعني معي قلبا وقالبا، وقال لي لك مطلق الحريه ومعك صلاحيات وزير، انا مفوض بصلاحيات وزير. فقال لي لك مطلق الحريه. وقد اجدت يعني تاني يوم اما قالوا يعتذروا، قلت لهم لا ما ينفعش اعتذار شفوي. هم كتبوا يكتبوا اعتذار رسمي، فكتبوا اعتذار عن حكايه النقل دي. فقلت لهم هاتوهم بقى اشوفهم، ما كنتش شفتهم ما اعرفهمش. فلما جم قلت لهم ان ده ما ينفعش، وانا ما بهتزش، ركبي ما بتخبطش في بعض، مش هينفع معايا ده. فقالوا لا احنا تمام وهنشتغل. والحقيقه اثبتوا بالمعامله الطيبه وبال يعني بان انا شافوا ان انا بستهدف صالح العمل، اراده عايزه تشتغل. هم مثاليين حاليا. نعم. انا بشكرهم يعني، تعبوا معايا جدا في المهرجان وفي المؤتمر، اشتغلوا تعبوا. نعم. ولما بيشتغلوا ويتعبوا بيكافئوا. نعم.
يعني انا من مؤمنين بانه المكافأة لا تكون للجميع، ما تنزلش مكافأة لجميع العاملين، انا ضد هذا. المكافأة لمن يعمل، صح، واللي عايز يشتغل انا قلت اهلا وسهلا، صحيح، اللي عايز يشتغل وحتى يشتغل يقعد بعد مواعيد العمل الرسمية طالما في احتياج للشغل تحت امره وكافئه، لكن لا يتساوى الذين يعملون والذين لا يعملون. استحدثت حاجة كمان، ان انا عملت لوحة شرف كبيرة، وانه في موظف او اتنين مثالي كل شهر بيتقاضى راتب شهر وانا بختاره. انا ممكن انزل كده اروح معدي داخل ادارة شايف متابع، انا الشهر ده منحناها ل2 عمال شفتهم بيموتوا من الصبح بالليل يحطوا ويشيلوا وهم سعداء جدا، اخترتهم ل2 مثاليين لهذا الشهر. الوقت يداهمنا ومر سريعا يا دكتور سيد، ولكن يعني عايز قبل ما اختم الحديث الممتع ده مع حضرتك، واللي انا كنت يعني جريت حضرتك فيه لحديث عن الفساد، لان ده برضو ده اخطر الفساد والاهمال، اخطر من الارهاب، وحضرتك كنموذج لانك كافحت الفساد في المنطقه اللي حضرتك بتشتغل فيها. عايز اخدك لمنطقه تانية هي شغل شاغل لحضرتك، ما يقدم من فن سريعا يعني في اقل من دقيقه، ما يقدم من فن والصوره التي تقدم وفيها بعض الاشكال اللي هي تسيء الى مصر، هل يمكن ان نعتبر ذلك من قبيل الفن والابداع، ام ان لابد ان يكون للفن والابداع رساله اخرى في المرحله الراهنه؟ طبعا يعني انا يعني ليس كل ما يطلق عليه فن هو فن، يعني احنا بنطلق اسم الفن على منتج، كثير من المنتجات هي ليست بفن من وجهة نظري، ومفيش حاجة اسمها الجمهور عاوز كده، لا، هو الفن حضرتك عنوان للمجتمع، بمعنى انه علماء الاجتماع، يمكن انا كاتب ده حضرتك في نعم. كلمتي للمؤتمر اللي هي ورقة عمل المؤتمر، انه علماء الاجتماع يؤكدون انك تستطيع ان تتعرف على شعب ما حالته الاقتصادية والسياسية والاجتماعية من خلال فنه. صحيح. والعكس صحيح، ان تستطيع ان يعني تروح بلد وتزورها وتشوف حالتها الاقتصادية والاجتماعية وسلوك الناس مع بعض، فتعرف منتجها الفني ممكن يكون ازاي. هو الحقيقة حصل تدني اقتصادي، تدني اجتماعي، تدني سياسي في فترة ما، شيء طبيعي ان الفن يتدنى هو كمان. احنا دلوقتي املنا انه باللي بتعيش من كل الظروف بتعمل قناة سويس جديدة، لازم يكون في مشروع قومي، ده من ضمن التوصيات بشكل دائم يلتف حوله الفنان والمثقف والمواطن العادي، زي ما يبقاش قناة السويس وخلاص. انا متأكد ان شاء الله انها تبقى في ملحمة في قناة السويس، ملحمة بمناسبة حضرتك يعني رئيس يعني قطاع شؤون الانتاج الثقافي، مش هتعمل لنا حاجة عن هذه الملحمة يا دكتور؟ ان شاء الله لازم، ده لازم ان شاء الله، يعني ده حفر قناة تانية وفي ظرف قد ايه، وبيعملوا ليل نهار، احنا مش اقل منهم، المفروض كل واحد في موقعه يعمل ده. فحضرتك احنا محتاجين هذه الروح، محتاجين روح القتال في العمل، نقاتل في العمل، يعني رجال الامن بيقاتلوا الارهاب ونحن نقاتل في اماكننا. دي الروح اللي انا بتمناها من كل واحد، ودي المفترض من اصغر موظف لاكبر مسؤول يعني. ودي رسالة الفن والابداع المفترض انها تجسد. طبعا نعم. طبعا. دكتور سيد خاطر، يعني وكيل اول وزارة الثقافة وايضا رئيس قطاع شؤون الانتاج الثقافي بوزارة الثقافة، بشكرك الف شكر على اللقاء الممتع ده. انا اللي بشكر حضرتك جدا، الف شكر. اشكرك. يعني مشاهدينا الكرام، كانت هذه هي جولة في فكر وعقل المبدع والفنان والمثقف الكبير الدكتور سيد خاطر، وكيل اول وزارة الثقافة رئيس قطاع شؤون الانتاج الثقافي. عن احنا كنا بنتكلم عن الفن والفكر والابداع لمواجهة التطرف والارهاب، كمان لمواجهة الفساد، نموذج دكتور سيد خاطر لمواجهة الفساد ومكافحة الفساد، والحمد لله تحويل هذا الفساد الى طاقة عمل ايجابية. اشكركم لحسن المتابعة، وعلى وعد بلقاء اخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.